ابتداء وآخر بلا انتهاء لا ينتلك انقدا كيف نستقبله انديت نقبله ينتلاك انقدا رمضان بسلمنا ያለው ደረጃ ትልቅነቱን በዚህ ነጥብ እናያለን ይሄ እንግዳ የሚወዳቸው መልካም ስራዎች እነማን ናቸው ልንሰራው በረመዳን የሚገባን ስራ ረመዳን ከዲን الاسلام አርካኖች ምሰሶች ውስጥ አንዱ ነው ስንት ሰው ዛሬ አመት የሚያገል አብሮ ጾም ነበር ዘንድሮ የለም ይተደ የመጀመሪያ 10 ቀኖች ረህማ መሐለኛው مغفرة الله باروችን በመሐለኛው የሚመርበት ነው የመጨረሻው 10ኛ ቀኖች ደግሞ አህትኩም من النار ከጀሃነም ነፃ አውጥቻችኋለሁ የሚልበት ወር بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم إني أحمدك استزادة لفضلك حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك وأحمدك حمد عبد مغمور بعطائك مشمول بحلمك يحيا برحمتك ويعيش في ظل عفوك فلك الحمد في الأولى ولك الحمد في الأخرى وأحمدك حمدا يليق لجلال وجهك ولعظيم سلطانك أسألك اللهم أن تصلي وتسلم على خير خلق الله أجمعين على عبدك ونبيك خاتم رسلك سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من سار على دربهم إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا قومي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته درسنا اليوم يزاري وتمرتاتشن يا الله مجدمك هنا كيف نستقبل رمضان رمضان انديت نقبلو يهن تألاق يا الله انقدا انديت نستناكدو يا الله فكار كونا بسوست أبيت نطبش زوريان نشكركرالن عندنا درجات رمضان في الإسلام رمضان بسلمنا يالو درجة تلك النتم بزينة بنعلن ثانيا يهن تلك انقدا كيف نستقبله انديت نقبلو يهن تألاق انقدا ثالثا صالحات الأعمال تستحب في رمضان ይሄ እንግዳ የሚወዳቸው መልካም ስራዎች እነማን ናቸው ልንሰራው በረመዳን የሚገባን ስራ እናያለን رمضان له مكانة عظمى في ديننا رمضان بديناችን ትልቅ ቦታ ነው የተሰጠው اولا مجمرا فهو ركن الرابع من اركان الاسلام رمضان كدين الاسلام اركانوች ምሰሶች ውስጥ አንዱ ነው شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان منه أردتن يوم أزن رمضان أردتن يوم مسرت رمضان وصوم رمضان تلك درجة له ثانيا هلتن يوم وفيه نزل القرآن قرآن يوردو بزيه رمضان ورلينو يقول الله تعالى الله من الال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إيه شهر رمضان يا رمضان ور قرآن يوردبت ورنو إلى النال قرآن يوردبت كوردبت ور بلاي درجة يستور الله ثالثا سستنيو وفيه ليلة خير من 1000 شهر بزش برمضان عند ليلة كأندش ور بلاي واقع الله كأندش ور يمتشال ليلة برمضان ورستقفالج رمضان تلك أنتنا استولوا الله سبحانه وتعالى من إلى ليلة القدر إيش عندي تلاليت على تلاقش لليت خير من 1000 شهر كأندي شهور تبلت على تلال إيش لليت يتستنى على شو رمضان وست رابعا أردتني تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين وتسلسل بزي برمضان يجنة بروتش كفافتالو يجهنم بروتش الزقاقالو شيطانو يتاسرالو متاسربت ورنو كما في مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام نبياتشم من الالو إذا جاء رمضان سمتا فتحت أبواب الجنة يجنة بروتش كفافتالو
فتحت مبالغة يكففتالو وغلقت أبواب النار يجعلك يزقاقالو وصفدت الشياطين شيطانك متاسرال بلالو عليه الصلاة والسلام. وفي رواية لأبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان بقبا جزي فتحت أبواب السماء يسما يبروك كففتالو وغلقت أبواب جهنم يجهنم بروك الزقالو وسلسلة الشياطين شيطانك بسنسلة التفرالو. أي درجة لرمضان درجونا ياتشو. خامسا أمستنيا النفل تعتبر كالفرد نفل سنة صلاتك يفردها الواقع الستاتشوال سنة ሁለት ركعة السجد فرد عند سجد تركون بيسافل والفرد يعتبر ك70 فرد عند فرد دمو السرى 7 ጊዜ እንደሰራው ተደርጎ ይጻፈልሃል عند ظهور بالسجد برمضان 7 ظهوروች እንደሰገድ ተደርጎ ይጻፈልሃል درجات رمضان تلك درجان ያለው سادسا سدستنيا باب خاص للصائمين لصومنيوች ليت على بر الله جنة استعزقشتال. عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نبياتشم من علو إن في الجنة بابا يقال له الريان جنة عند بر سمو ريان مبال يدخل منه الصائمون يوم القيامة يوم القيامة صبنيوች ይገቡበታል ወደዚህ በር ውስጥ لا يدخل منه أحد غيرهم ሌላ ማንም አይገባም ከነሱ ውጭ يوم القيامة كالله في تسبسبው ይጠራሉ يقال من ይባላል أين الصائمون እነዛ ጾመኞቹ የት አሉ فيقومون ይቆማሉ فيدخلون الجنة جنة ريان በሚባለው በር ይገባሉ فلما دخلوا كجبوا هلا يغلق الباب لا يدخل أحد غيرهم كالنسوج ما يقبام لصوم ليت على بر مسطتو صوم كالله زند ያለውን ደረጃ ያሳያል ከጾሞቹ ሁላ ደግሞ የጾሞቹ አይነት ደግሞ رمضان ነው ነብያችን በሐዲስ ምን ይላሉ كما في البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان يوم القيامة صوم الدنيا لا بزتهدو سوج بصوم يصوم برا الريان ميبال بزا بر يطرال ይላሉ ለሱ ለየት ያለ በር መዘጋጀቱ ለየት ያለ ደረጃ እንዳለው ያሳያል። سابعا سبعتنيا يزين الله في كل يوم جنته ويقول الله سبحانه وتعالى جنة بيكن يصوباتل رمضان قبتو اسكيوتا بيكن الله يصوبات الجنة من إلال يوشك عبادي الصالحون أن يسيروا إليك لجنة من إلال من هالبات نزاد قباروتي ودانجكو الدنيا انتاتا الرسول ما تيشلالو ስለዚህ በጥሩ ሁኔታ ልታስተናግዳቸው ይገባል ያሱባታል አላህ። ثامنا ስምንተኛ رمضان أوله رحمة رمضان የመጀመሪያው እዝነት ነው وأوسطه المغفرة መሐከለኛው ምህረት ነው وآخره عتق من النار መጨረሻው ደግሞ ከጀሃነም ነፃ የሚሆንበት ወር ነው። የመጀመሪያው 10 ቀኖች ረህማ ነው መሐለኛው مغفران الله باروچن بمحلኛው የሚመርበት ነው። የመጨረሻው 10ኛ ቀኖች ደግሞ عتقكم من النار ከጀሃነም ነፃ አውጥቻችኋለሁ የሚልበት ወር ነው። أسأل الله أن يرحمنا ويغفر لنا ويعتق رقابنا من النار الله በመጀመሪያው 10ኛው ይዘንልን በመሐለኛው ይማረን በመጨረሻው ከጀሃነም ነፃ ያውጣን آمين اللهم آمين. تاسعا زتنيا تستغفر الملائكة للصائمين حتى يفطروا لصومنيوች ملائكوች استغفار ያደርጋሉ እስከፈጥሩ ድረስ الله أكبر ملائكة لصومنيا صوم እስከፈጥር استغفار ያደርጋሉ أبعاد هذه المكانة مكانة ከዚህ በላይ እንግዲህ ደረጃ አለ ለአንድ ነገር ከዚህ በላይ ደረጃ አለ። ረመዳን ትልቅ ወር ነው። ኢዘን كيف نستقبله እንዴት እንቀበለው ይህን ታላቅ እንግዳ እኛውን ከቤታችን ከውጭ ሀገር አንድ ትልቅ ሰው ሲመጣብን ቤቱና ጸዳለን ምግብ ይዘጋጃል በትልቅ ሁኔታ ነው የምንቀበለው። ረመዳን እንዴት እንቀበለው كيف كان الرسول يستقبل رمضان ነብዩስ እንዴት ነበር የተቀበሉት ረመዳንን وكيف كان الصحابة يستقبلونه
صحابوች እንዴት ተቀበሉት وكيف نستقبله نحن እኛስ እንዴት እንቀበለው ታላቅ ወር أما الرسول ነብያችን صلى الله عليه وسلم رمضان በትልቅ ሁኔታ ነበር የሚቀበሉት كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني وأحمد إمام أحمد እና طبراني በዘገቡት ዘገባ ላይ إذا دخل رجب كرمضان በፊት ያለው ሁለተኛው ወር رجب شعبان رمضان جنا رجب سيجبا نبياتهم من يلالو اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان الله وي رجب لنا شعبان بارك لنا رمضان دم درسن يلالو عليك الصلاة والسلام اندي نبر نبي صلى الله عليه وسلم بلهفة وشوق نبر مكبرت رمضان سيمتا لرمضان دعاء درغالو الله اندي درساتشو واما السلف قدمت سلفوچاچن نبي صلى الله عليه وسلم يكوتكوتاچو صحابوچنا ينسو يلجلجوچ يدعون الله 6 اشهر ان يبلغهم رمضان 6 ور الله دعاء درغالو رمضان اندي درساتشو 6 ور رمضان 6 ور ገና ሲቀረው دعاء ያደርጋሉ يا اللهم بلغنا رمضان ادرسل يالو فاذا بلغهم رمضان الله رمضان يدرساتشو እንደሆን جدوا واجتهدوا في العباده واخلصوا عباداتቸውን አጠንክረው ቁርአን ሲቀሩ ይውላሉ አላህን ሲገዙት ይውላሉ فاذا انقضى رمضان سالك جلسوا 5 اشهر يدعون الله ويسالونه ان يتقبل عنهم رمضان كزام رمضان ሲወጣ 5 ወር ይቀመጣሉ ዱዓ ያደረጉ الله وي رمضاناتن تقبلهن يون እባክህ ተቀበለን ዱዓ 5 ወር علماء من يالو فالسنة عندهم كله رمضان كسلفوش زند عمته الله رمضان ነው 6 ወር ከመግባቱ በፊት ዱዓ ያደርጋሉ ከገባ በኋላ ወሩን በትክክል በዒባዳ ያሳልፋሉ ከወጣ በኋላ 5 ወር ቁጭ ብለው አላህን ተቀበለኝ ይላሉ بين استعداد الاستقبال 6 ወር እሱን በመቀበል وبين عمل فيه اذا وصل በደረሰም ጊዜ እሱ ላይ በመስራት وبين دعاء لله بالقبول አመቱ በዚህ ነው የሚያልቀው አላሁ አክበር እንዴት ነበር ሒርሳቸው እንዴት ነበር ይሄን ታላቅ እንግዳ ያስተናገዱት اما نحن عافانا الله እኛን አላህ ይዘንልን ሐቂቃ ረመዳን ከመግባቱ ወር በፊት ረመዳን መቼ እንደሆነ ማቅ ሙስሊም አለ ጋዜጦችንም ዙሪያ የተመለከትክ እንደሆነ ከወር በፊት ስለ ረመዳን የሚናገሩ አታገኝም አላህ ካዘነላቸው ውጭ መርካቶ ሳምንት ሲቀረው እህል ለወር ለአመት ይዘጋል የተባለ ይመስል እህል ሸመታ ጽቦ ይገባል ቁሳቁስ ግዢ ረመዳን በምግብ ነው የምንቀበለው ላ نستقبله بالطاعة بعبادة نبر مكبل الجبان وطاتوش دم ሁኔታችን በጣም ያሳዝናል ዓለም ዋንጫ የዛሬ 4 አመት ማን እንደምታዘጋጃቃል 2 አመት ሲቀረው ምን ያህል አመት እንደቀረው በትክክል ተንክሎ ያውቃል ስንት ስቴዲየም ያቺ ሀገር እንዳሰራች ተንክኮ ያውቃል ወር ሲቀረው ቴሌቪዥን ይገዛሉ የዓለም ዋንጫ ለመቀበል የሥራ ፍቃድ ለወር ይቀበላሉ እንዲ ለእግር ኳስ ይጓጓሉ ለዓለም ዋንጫ ረመዳን ላይ ግን ትኩረት አልሰጡም ሰለፎች ግን 6 ወር ነበር ቀድመው ዱዓ የሚያደርጉት اما عبد الصالح ጥሩ ያ አላህ صالح የሆነ ባሪያ የሚቀበለው ወደ አላህ በመተውበት نفسهم بمتساسب والمحاسبة والعزيمة الصادقة على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة يا رمضان الجزيوتشن بطرو خير سرى بما صواب በቁርጥ ውሳኔ ነው የሚቀበለው ደጋግ ባሮች እኛም በዚህ ነው እንቀበለው የሚገባ መጀመሪያ ረመዳን ልንቀበለው የሚገባ نستقبله بمحاسبة النفس نفساችን በመመርመር مضت الأيام والشهور والأعوام ወራቶች ሄዱ ቀኖች ሄዱ አመታቶች ተጓዙ مضت وانقضت ጊዜዎች አለፉ لكن علمها في الكتاب لا يضل ربي ولا ينسى ነገር ግን አላህ ጽፎታል አይጠፋም نفساتشن يمرمرن رمضان لنكبروا ميقبا قرأ حسن البصري هذه الآية حسن البصري تلاك علم إهني الله ننكس عن بابنا من علو لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يا الله ملال أني بيوم القيامة أي أقسم بيوم القيامة بتلاك كان بكبارو كان أمن علو ولا أقسم بالنفس اللوام أي أقسم بالنفس اللوامة راسوانا ما متوقس بغنش نفس أمن علو سيل هنا أسف السر من على حسن البصري وقال لا تجد مؤمنا إلا لواما لنفسه عند المؤمن نفس كل سيوك ساتنجا كاقين يوم يقول ماذا أردت بفعلتي أو بسر سرا
ምን አሰብ የሰራው وماذا اردت بكلامي በተናገርኩት ነገር ምን ፈልጌ ነው ነፍሱን ሲመረምር እንጂ ሙእሚንን ዝም ብሎ አታዲቅ ነው ይላል ስለዚህ እኛም ነፍሳችን መናሰብ ነው ሶላታችን እንዴት ነው ሰው ጋር ያለን ግንኙነት እንዴት ነው እናት አባትና ከብራለን ወይ አቂዳችን እንዴት ነው ነፍሳችንን ምን መረመረበት ወር ነው በዚህ ነው ልንቀበል የሚገባው يقول فضيل بن عياد ታላቁ ዓሊም فضيل بن عياد من ይላሉ والله اني لا اعلم من يعد كلامه من الجمعه الى الجمعه እኔ በአላህ ይሁንብኝ ከጁምዓ እስከ ጁምዓ ንግግሩን የሚቆጥሩ ሰዎችን እኔ አውቃለሁ ይላሉ ምን ነው እነዛ ሰዎች አንድ እነዛ ሳሊሖች ንግግራቸውን ይቆጥሩት ነበር ምን ይጻፋላ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد አንድ ሰው ምንም ንግግር አይናገርም ከጎኑ ተጠባባቂ የሚጽፉ መላእክቶች ቢኖሩ እንጂ ይጽፋሉ ስለዚህ ደጋግ ሰዎች ንግግራቸውን ይቆጥሩት ነበር ምን ያህል ንግግር ተናገርኩ በየጁምዓው ያስቡት ነበር ኤክሰርሳይዝ ያደረጉ قالوا اهل العلم علماء شمالو ربما يقصد نفسه فضيل بن عياد ስራው ለአላህ እንደሆነለት ደብቋት ነው እንጂ ራሱን ማለቱ ነው ይላሉ ምን ነው ለኢኽላስ አላህ ብቻ እንዲያቀላችሁ ሰው አቃለው ብለው ነው የሚናገሩ ደጋግ ሰዎች ንግግራቸውን ይቆጥሩት ነበር ለምን ተናገርኩ ምን ያህል ንግግር ተናገርኩ ምን ነው መዝገባችን ለየውም القيامه እናየዋለና يقول سيدنا عمر بن الخطاب في حكمته الشهير بتاوقوا طببا ንግግራቸው سيدنا عمر من ይላሉ حاسبوا انفسكم ነፍሳችሁን ተመራመሩት قبل ان تحاسبوا ከአላህ ፊት ቀርባችሁ ከመመርመራችሁ በፊት وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا ነፍሳችሁን መዝኗት كالله فيت كما مزانعت بفيت فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم نجي كالله فيت كما مرمراتشو يلك كزي راساتشو ممرمري كاللاتشو هل دون علي راساتشو مرمروت ሁኔታችን እንዴት ነው እንመርምር ይላሉ وتزينوا للعرض الأكبر كالله فيت لفت ለምትቀርቡበት ትልቁ መድረክ ራሳችሁን አዘጋጁ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم القيامة الله فيت تቀርባላችሁ የሚደበቅ ስራ አይኖርም ይላሉ ሙእሚን ራሱን ይመረምራል ሰይድና ዑመር ራሳቸውን በጥብቅ የሚመራመሩ ነበር አላህ በትንሹ ነገር ያስበኛል ብለው ይመራመረኛል ብለው የሚጠነቀቁ ነበር سيدنا عمر ሚጣፍጥ ጭማቂ የማር ጭማቂ ቀርቦላቸው ተበጥብጦ ብርዝ ነገር በእጃቸው አንስተው ቀዝቃዛ ሊጠጡት ያስጠጉትና እንዲች ብለው ያያታል አቤት ይላሉ ብርጭቆን ያዩ አሁን በተጣሽ ጥፍጥናሽ ከ5 ደቂቃ በኋላ ይሄዳል እርካታሽ ولكن يبقى حسابك ምርመራሽ ግን يوم القيامة አይቀርልኝም ይሉና ይመልሷት ነበር ሊጠጣት ከእጃቸው ያቀረባትን ራሳቸውን ይተሳሰቡ ነበር ሰይድና ዑመር በጣም የሚገርመው አሚር አልሙእሚኒን በነበሩበት ሰዓት ቤት المال የሚባል የሙስሊሙ ንብረት የሚቀመጥበት ለዛ ከሌላ አገር ዘይት ይመጣል ከዛ ቤት የሚቀመጥ ሰይድና ዑመር ቆመው ያስገለበጡ ቃውን ወደ ቤት المال ከማስገባታቸው ፊት የመጣውን ቃ የገለበጡ ይጥሉት ነበር ባዶ ቃል ይጥሉታል ዘይቱን ከገለበጡ በኋላ ከሳቸው ጥግ አንድ ህፃን ልጃቸው አለ ትንሽ ልጅ አብራቸው ከጎን ይቆም እቃው ሲወድቅ ያነሳውና በእጁ ጠርጎ ጸጉሩን ይወለውለው ነበር ጸጉሩ በጣም ማንጸባረቅ ጀመረ ሰይድና ዑመር ስራቸውን ጨርሰው ዞር ሲሉ ይሄ ሰው ጸጉሩ በቅባት ተሞልቷል فقال له من اين لك هذا ይሄን ታገኘው አሉት ሰይድና ዑመር አባቴ ሆይ ከወደቀው ቃ እየጠረኩ ነው ጸጉሬን የቀባሁት አለ ሰይድና ዑመር فقال والله لا يحاسبني الله بذاك الله በዚች ነገር እንዲተሳሰበኝ يوم القيامة አልፈልግም በሙስሊሞች ንብረት እንዲያርገ ራስክን እንዲያርገ ታስባለህ ወሰዱትና الى الحلاق فحلق شعره ወስደው ጸጉሩን አስላጩት በትንሿ ዘይት በተጣለችው ዘይት ራሳቸውን የዚህን ያህል ነበር ሰይድና ዑመር የሚመራመሩት آخر آية نزلت في القرآن عند علماء سممنت عند قرآن مهران سممنت مجرش يوردتشو أنكس إيش آياتنات يقول الله تعالى إيش آيات من دون الله سبحانه وتعالى ملو واتقوا يوما يعنن كان فروت ترجعون فيه إلى الله ود الله متملس بتن كلاتشن ود الله نملسلن ثم توفى كل نفس ما كسبت ያኔም እያንዳንዷ ነፍስ የሰራችውን ስራ ትመነዳለች ትሞላለች ወሁም ላ ይظلمون እነሱም አይበደሉም ይላል
እቺ አያት እቺ አንቀጽ አያቱል ሙሐሰባ ትባላለች ራስን የመተሳሰብ አንቀጽ ተብላ ትጠራለች ስለዚህ ራሳችንን ልንተሳሰብ ይገባል የሰው ንብረት አንተ እጃለን ወይ ስንት ሰው አምጣሃል ሶላትህ እንዴት ነው ረመዳን በረመዳን መጣ ለውጥ አለህን ወይ ራሳችን እየመረመረን ይህን ታላቅ እንግዳ የምንቀበለው عبدالله بن مبارك ታላቁ ዓሊም استعار كلما من رجل في بغداد رد الله أمنها وغمرها بالسلام بغداد يهنا عراق الله سلامان يملسلات كذاች ሀገር ለንግድው ከአንድ ሰው ላይ ብዕር እስክርቢቶ ብዕር ተዋዙ ከዛም ጆሮአቸው ላይ እንዳደረጉት رجع الى خراسان فلما وصل الخراسان راى القلم خراسان የሚባል ሀገር ሲደርሱ ጆሮአቸው ላይ ሲመለከቱ ብዕሩን ተመለከቱት እስክርቢቶውን ለዚህ ሰው መመለስ አለባቸው በጣም ብዙ ሀገር አቆራርጠው ነው የመጡት ከዛ ምን አሉ نرجع لنرد القلم لصاحبه بلو قالوا አብረው ለንግድ የተመለሳቸው ሰዎች እንመለስ ለቀለም ለስክሪፕቶ ባለቤት ብዕሩን እንመልስለታል ለአንዲት ብዕር አገር አቆራርጠው እንዳሁኑ መኪና የለም በፈረስ በግመል ነው የሚሄዱት አቆራርጠው አንዲት ብዕር ለመመለስ ነፍሳቸውን ይዚን ያህል ነበር ቀደምቶች የሚያስቡት እኔና አንተ ላይ የስንት ሰው ንብረት አለ እኔና አንተ ላይ የስንት ሰው ሐቅ አለብን ስለዚህ ራሳችንን እንሰብ ኢዘን ነፍሳችን ካሰብን በኋላ ኸይር ካገኘን አላህ እናመሰግናለን ለቀረው ጎደሏችን ግን ተውባ እናደርጋለን ነስተቅቢልሁ ቢተውበት النصوح ወደ አላህ በመመለስ ነው ወደ አላህ በመተውበት ነው ኢን ታላቅ ወር የምንቀበለው يقول الله تعالى الله من إلال ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون ما يتوبدوت النسونات شو بدلن يوجل الله سبحانه وتعالى ስለዚህ መተውበት አለብን ብዙ ወንጀል አለን እርግጥ ረመዳን የመጣው ወንጀላችን ለማጠብ ነው በዚህ ወር ተውበተን ወንጀላችን አሳጥበን አይደለም እንገናኘው ይገባል يقول النبي عليه الصلاة والسلام رمضان يوንጀል ማጠቢያ እንደሆነ ሲናገሩ ነብያችን ምን ይላሉ الصلوات الخمس አምስት ወቅት ሶላቶች አምስቱ ሶላቶች والجمعة إلى الجمعة جمعة اسك جمعة درس ورمضان إلى رمضان اسك رمضان درس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر تعلق ወንጀሎች የተጠነቀቀን እንደሆን ለተናንሽ ወንጀሎች እነዚህ ማጠቢያ ናቸው አንድ ረመዳን ጾመ በትክክል ሁለተኛውን ጾም መሐል ያለውን ወንጀሎች አላህ ያጥብልሃል ጁማዓ ሰግደህ እስከሚቀጥለው ጁማዓ ድረስ ያለው ወንጀል ይታጠባል በዚህኛው ጁማዓ ዙሁር ሰግደህ እስከ አሱር ያለው ይታጠባል አንዱ ሶላት እስከ አንዱ ሶላት ያለው ማጠቢያ ነው አላህ ያመጣልን ስለዚህ ሁላችን ወንጀለኞች ነን ሐቂቃ ሁላችን ሙቀሰር ወንጀለኞች ነን ደግሞ ወንጀለኝነታችንን ለአላህ ተናዘናል አላህ ይማረን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል وآخرون اعترفوا بذنوبهم ሌሎች ከፍሎች አሉ ደግሞ በወንጀለኝነታቸው የተናዘዙ خلطوا عملا صالحا واخر سيئا መልካም የሚሰሩ ሶላትም ምንም ዘካም አላቸው ይሰጣሉ አንዳንዴ ደግሞ ወንጀል ላይ ይወድቃሉ ኸይርም ሸሩም ተደባልቆባቸዋል عسى الله ለወደፊት يتوب عليهم ይመራቸዋል ان الله غفور رحيم الله መሐሪና አዛኝ ነውና አብዱላህ ኢብኑ አባስ عسى ምትለው ሲፈስሩ ምን አሉ عسى في القرآن للتحقيق በርግጥ ማለት ነው አሉ عسى الله ለወደፊት ያለው በርግጥ ይመራቸዋል ማለት ነው اسال الله ان يحقق لنا التوبه الله ይማረን ስለዚህ ሁላችን ሶላት ያቆም ሰዎች ከዚህ በኋላ ለመቆን ተውበተን ረመዳን መገናኘት አለብን ሰው ምናማ ሰው ከዚህ በኋላ ወደ ቤት ለመመለስ ወስነ ረመዳን መቀበል ይኖርብናል ራሳችን መርምረው ስንት ሰው ዛሬ አመት እኛ ጋር አብሮ ጾሞ ነበር ዘንድሮ የለም የት ሄደ አፈር ተጭኖት ጠባብ ጉድጓድ ውስጥ ገብቷል እኔ እናንተን አላህ ወፈቀን በተውበት ንጹህ በሆነ ወደ አላህ መመለስ ይህን ለሚቀበለው ይገባል ኢንሻአላህ ረመዳን ይህ ታላቅ እንግዳ የሚወዳቸው የተለያዩ ሳሊሃቱል አዕማል ጥሩ ስራዎች አሉ ይህን እንግዳ የምናስተነግድበት الاجتهاد في قراءة القرآن ቁርአንን በመቅራት اجتهاد በማድረግ ነው ልንቀበለው የሚገባ رمضان የቁርአን ወር ነው شهر رمضان هو شهر القرآن رمضان راس قرآن يوردبت ورنو يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى قرآن لي من إلال
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان كو قرآن يتوردبت ورنو إلى الله هدى للناس لسول جوش ممر رائيهن زند وبينات من الهدى يكناتشو من قد مابرار رائيهن زند والفرقان حسة كأونت يمليو قرآن يوردو برمضان إلى الله سبحانه وتعالى إذن رمضان قرآن يوردبت ورنو يقرآن ورنو قرآن منا بزابت ورنو إذن فينبغي أن يكثر العبد المسلم من قراءته عند مسلم بزي رمضان قرآن قاعد تسر مجمر اللبت وقد كان من حال السلف العناية بكتاب الله سلفوش قدمت المسلم عباتوشاتين قرآن لي رمضان بتقام يبزو نبر فكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان جبريل عليه السلام نبي صلى الله عليه وسلم بيلليت يمتى قرآن يكراتشو نبرا يقول عبد الله بن عباس كما رواه البخاري بخاري زجبوت عبد الله بن عباس من يلالو وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن جبريل كل يوم ليلة نبي جاي يتجناني فيدارسه القرآن قرآن يكراتشو نبر كيف يدارسه مالت نبي كيف كتلالو جبريل كزيجا الساتشو يكرالو السو يدامتال السو يكرال الساتشو يدامتالو عندي نبر قرآن ميكراروت كانوا السلف يتفرغون للقرآن قدمت مسلموش رمضان سيجابا قرآن بتشال مقرات ليلة عبادة قراءتي تونبرا وكان الزهري إمام الزهري إذا دخل رمضان قال إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام إمام الزهري رمضان سيجابا من الآن عندي يهوركو يقرأن مكيانا إطعام الطعام مسكينوش لما بيا دهوتشني ممجبا ورنو بالنبر ليلون تتود القرآن يملس نبر وقال ابن عبد الحاكم هي إمام مالك درس من الال كان مالك إذا دخل رمضان إمام مالك رمضان كسيجبا ترك قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم كعلم مشكات كما أمتم يدرقوتن مما مار حديث لتوتنا ويقبل على تلاوة القرآن قرآن ودمقرات يملس نبر ما يستمرتون حديث اللي توت نبر يقرآن ورنو قرآن قا نبر ما يسلفوت وقال عبد الرزاق من الالي سفيان الثوري درسا كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن إمام سفيان الثوري رمضان سيقبا ليلة عبادة قراءة لتونا وده قرآن يملس نبر كالله كتاب قانو بزين المتسلفو دقمهم بتعم بزو نبر ميكاروت كانوا السلف يكثرون قراءة القرآن بتعم بزو نبر ميكاروت تنش على البرام وكان قتادة يختم في كل 7 دائما إمام القتادة الله علم كلهم كرمضانج بي 7 كانوا نبر قرآن ما ختمت وفي رمضان في كل 3 رمضان ده مسيجبا حياون كان بيسوس كان يختم له وفي العشر الأواخر في كل ليلة دقم 10 الأواخر يمجرشوا اجتهاد من درجة بس يمجرشوا 10 كانوا يسكروا دقم بيك أم يختم نبر سبحان الله وكان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان أسود الله علم بيولت كانوا نبر ما يختم في رمضان لي وكان عثمان أمي عجب دمو سيدنا عثمان بن عفان يختم في ليلة واحدة بأن ليلة قرآن ما ختم يتر نبر وأعجب بدءا مقرم دمو وكان للشافعي في رمضان 60 ختمة إمام الشافعي برمضان 6 غزي ختم نبر 6 غزي እንዴት ነው ያختሙት ቀለይ አንድ ያختማሉ ማታ የሰገዱ ሶላት ላይ አንድ ያختማሉ በ30 ቀን 60 ጊዜ ያختማሉ ሱብሃንአላህ እንዴት ነበር ለቁርአን ራሳቸውን የሚሰውት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ከ3 ቀን በፊት ያختመ ሰው ቁርአኑን አይረዳውም ብለዋልና ክልክል አድርገውታል جن ابن رجب تعلق عالم من الال قال ابن رجب إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك سوى النار قرآن كسوس كم بتاش ماختم مكلكلو كل يوم 6 درجون كرمضان وجم 6 درجو هي كلكلي ونبعل
فأمالوا اندي ما كون في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي طلب فيها ليلة القدر بتلي برمضان سيهنما جزيوي تلك جزينوا رمضان سيهن بتلي دكمو ليلة القدر جنيبتال بمتاسبت ليلة سيهنما ببزات شجر لهم أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن بتلي دكمو رمضان سيون كجزي አንፃር ደግሞ ጥሩ ቦታዎች ሲገባ እንደ መካ ያለ አገር ሲገባ ከዚህማ ቁርአን ማብዛት በየቀኑ ማختም የተወደደ ነው اغتناما لفضيلة الزمان والمكان የጊዜውንና የቦታውን ትልቅነት አጅር ከመጠቀም አንፃር ይላሉ وهو قول احمد واسحاق وغيرهما من الائمه እንደሞ ኢማሙ አህመድ ኢማሙ እስሐቅ ሁሉም የደገፉት ቀውል ነው ረመዳን ለቁርአን ማብዛት አለብን بنشل بيسوس كانوا ماختم كالتساكا بيسر كانوا لماختم مطار اللبن دقمو قرآن سنكرا سلفوش حال زنبلو نقازيت عادل لما برمي عنبوت لم يكن من هدي السلف مجرد تلاوته قدمت سلفوش قرآن سانبو مجند قازيت زنبلو عادل لما برمي عنبوت وإنما كانوا يتأثرون بكلام الله بالله نقر وستاتشو إنك كان بر ويحركون به القلوب لباتشو ينكساكس نبر قرآن يا الله نقر كلام الرحمن يا الله نقر كونه دبدب سبحان الله تمسط نبر كلب نبر ميانبوت استمارياتين نبياتين صلى الله عليه وسلم بالنايدم ويعجبال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود من هلال قال للنبي صلى الله عليه وسلم نبياتين دي بلوالون اقرأ علي القرآن أنت ابن مسعود اسكي قرآن قرأ بن ألون فقلت يا رسول الله أنت يا الله ملكتنيا أقرأ عليك وعليك انزل قرآن بانت توردو بانت لك ربها لهم دي الكواتشو قال إني أحب أن أسمعه من غيري أني كليلا يسسمو كليلا سوصدمت ودسلنيا القرأ بن ألون فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت إلى هذه الآية كسورة النساء مقرأت جمر كلاتشو كزيها انكز اسكدرس كدرس من إلى لانكزو فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا انديت ليهن نو كستتو نقروا أسفرينو ليان لانو هزب مسكر بامت أنا باتشو جزي أنتن دمو بأمته لي مسكاري عدر جنبامت أنا جزي نقروا انديت ليهن نو كزي سدرس قال حسبك الآن بك حلن فالتفت إلي ولنبيك أنا بيتملكتك فإذا عيناه تذرفان ولت عيناتشو انباي وردو نبر عليك الصلاة والسلام رسول أني نبر لباتشو منك على القرآن وقد قرأ عبد الله بن عمر اتشنان كسكرا سورة المطفف اللي علتشون يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة يسول جوج لعلمات كتال فردك ومالو إن كرنا فبكى حتى خر يالك أسودكو يزيني هل إنك نبر يقول المزاحم صلى بنا سفيان الثوري المغرب فقرأ حتى بلغ سفيان الثوري اتشن آيات كروا إلى يسجدون قرآن مقرأت جمروا الحمد جمروا سكروا إياك نعبد وإياك نستعين ملو أنكز لسي درسوا بكى حتى انقطع قراءته مقرأت سكاكو مدرس ستارو كزامور لا يتملسوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ألكسوا انباتشوا ንግግራቸው እስኪቆረጥ ድረስ እንደገና ተመለሱ ይላል እንዲህ ነበር ልባቸው እየተነካ የሚቀሩት سبحان الله يقول راوي البيهقي من هلال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت اتشي أنكز بوردش جزيلا أبو هريرة سنقر أفمن هذا الحديث تعجبون أن أنت بزج أنكز نوندي متقرموت وتضحكون ولا تبكون تسكال لا تشوف أتلقصوا اللي ميلوان كسيمتا بكى أهل الصفة مبالو
በኢኮኖሚ ደካማ የሆኑ ሰሃቦች አሉ ከነብዩ ቤት ጀርባ የሚቀመጣሉ እቺን አንቀሰሙ በካህሉ ሱፋ حتى جرت دموعهم على هدودهم በጉንጮቻቸው ላይ እንባ እስኪወርድ ድረስ አለቀሱ فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسهم ነብዩ صلى الله عليه وسلم ለቅሷቸውን ሲሰሙ بكى معهم አብሮ ማልቀስ ጀመሩ فبكينا ببكائه لنبي لقسنا ملكسنا فقال رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم ترشا منالو لا يلج النار جهنم يقبم سات يقبم من بكى من خشية الله كالله فراتشا يلقسا السو جهنم يقبم قالوا نلال أبو هريرة رضي الله عنه سلزي قرآن سنكرو مولو لباتشن ستن تمسطن لهون يقبل من ذنب يؤرقني قرآن مقرات بالدنيا بآخرام بزو تقموش علوت ثمرات قراءة القرآن لقراءة القرآن ثمرات كثيرة في الدنيا والآخرة قرآن مقرات بالدنيا بآخرام ميسة بزو تقمال أما في الدنيا بالدنيا يحفظك من الشيطان وأتباعه كبزو تقموش عنده من دنو كالشيطان وسواس يتبقى كالسم تكتايوش أبو هريرة حديث سنقروا من اللو وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة من اللو وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان نبي صلى الله عليه وسلم رمضان زكاة تبك زند وكيل هذا الرب تتباوك هذا الرقين فأتاني آت فجعل يحث من الطعام عند صومتنا لليت لي كتمر يافس موسر جمر كزكاة وبر سوست فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله يسكتنا ود نبينا موسد سلو قال إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة من علي واكتوين شجرني ብዙ ቤተሰብ አለብኝ ልቀቀኝ አለኝ فخليت عنه من قالوا لك كنتنا سدركت فأصبحت سانقام فقال رسول الله نبياتشل من علون يا أبا هريرة أنت أبو هريرة ما فعل أسيرك البارحة يان إسرنيا ماتا من أدرج قلت يا رسول الله أنت يا الله ملكتنيا شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله أنت يا الله ملك سيسر كاسكوتنا ودرسو عمتها له سلو እባክህ ችግር እንዳለበት ነገረኝ አዝኜ ለቀኩት فقال نبي منالو اما انه قد كذبك وسيعود እሱ ዋሽቷል ይመለሳል አሉኝ የአላህ መልእክተኛ فعرفت انه سيعود لقول رسول الله يا الله መልእክተኛ ንግግር እውነት መሆኑ ስለማቅ እንደሚመለስ በሁለተኛው ለሊት ጠበቅኩት فرصدته ተጠባበቅኩት فجاء يحث من الطعام يمتى كمغبو بدق مارك سيجمر بولتنيو قال فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل زاري سو سجك رسول فيتنو لفرد ما قوم سلو قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود يباك أني باقي بزو شجرني بزو بيت سبالي تويني فرحمت هزم كلتنا فخليت سبيل لككت فأصبحت أسهنك فقال لي رسول الله نبياتي صلى الله عليه وسلم من قالوا يا أبا هريرة أنت أبو هريرة فعلى أسيرك البارحة يا النسرنيا ما تعمل سرالي قلت يا رسول الله شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله أنت يا الله ملك تنيا بزو بيت سبن دالو شجر دالبت نقري من قالوا لك كل تشجرتني سرك أبي فقال إنه قد كذبك وسيعود أنت أبو هريرة واشتو عليه سو نجم دمو ما تطبق يملس على لي فرصدته ثالثة صصني وقال لي تطبقت إلى أبو هريرة فجاء يحث من الطعام فأخذته مدوه السابس يسكت فقلت لأرفعنك إلى رسول الله زاري سألك ولا رسولنا موسدك سلو وهذا آخر 3 مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود يوصستني ياسكو ألما لسن تلال يوصستني ياسكو أو نسأل توم ولا رسولنا موسدك على أبو هريرة فقال دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن إيه سو أبو هريرة يدين علم فكرات شون سلميات من هذا أباك توي أو عندما ينقو تاقوى أباك توي الله بميتك من هنجر وكتا استمر هلو يتشي الله استمر لك كنياني أبو هريرة علمي ودو نبر
قلت ما هن من الناس كي بتستمرين يالكت قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي أنت ود فراش تقامات على التنياستل آية الكرسي انقرأ فإنه لن يزال عليك من الله حافظا إني كرهندون كالله زنت أباك أي وقد كانت ولا يقربك الشيطان حتى تصبح اسكتانا قام درس الشيطان يتقام علي فخليت سبيله علم اسلام يودي تشينازنا ابو هريره لقبت على فاصبحت انقم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتي من قالوا ما فعل اسيرك البارحه ما كان مركونيا اسرنيا لنا درج ابي قلت يا رسول الله زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله أنت يا الله ملكتنيا سيزو وقت እንደሚ ነግረኝ የሚጠቅመኝን ወቀት እንደሚ ነግረኝ ነገረኝ እቺንም ወቀት ሲነግረኝ መንገዱን ለቅቄ ሰደድኩታል قال ما هي قالوا النبي ምንድናቸው እስኪ ያስተማሩ አሉኝ قلت قال لي اذا اويت الى فراشك فقر ايه الكرسي ወደ ፍራሽ በተጠጋ ጊዜ آية الكرسي እንቅራ لي من اولها حتى تختم الايه አንቀጹን እስክጨርስ ድረስ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم ሚለውን አንቀጽ ወደ ፍራሽ ስተጋልተኛ ስለይህን ቀራለኝ ይሄን የቀራህ እንደሆን وقال لي لا يزال عليك من الله حافظا ولن يقربك الشيطان حتى تصبح እስክታነጋ ሸይጣን አይጠጋም ከአላህም ጠባቂዎች ይሰጣል ብሏልኝ መንገዱን ለቀኩት فقال النبي نبياتي صلى الله عليه وسلم قالوا اما انه قد صدقك وهو كذوب برغت السوء እውነት ብሎሃል ይችን حديث سينغري تشنغير سينغري ነገር ግን እሱ ከذብ ነው ካዚብ አይደለም ከذብ ድንበር ያለፈው ውሸታም ነው አሉኝ ተገረሙ تعلم من تخاطب منذ 30 يا ابا هريره ሶስት ቀን ሙሉ ግን ማንን ይመስላል ያስክ ያናገር ስትለቀው የነበርክ አሉኝ قلت لا አላቀው ማልኳቸው قال ذاك الشيطان እሱኮ ሸይጣን ነው ሸይጣን ነበር እየመጣ የሚያፍሰው አቡ ሁረይራ ሶስት ቀን ያዙት ሸይጣን ግን መጨረሻው ደረሱል እንደሚያመጡት ሲያቅ ሚስጥሩን አውጥቶ ሄደ ከሱ እንዴት መከላከል እንደምችል እሱ ራሱ ነገረን ነብዩ ማጸደቁት ትክክለኛ መሆን ስለዚህ ቁርአን በዱንያ ከሸይጣን መጀመሪያ ይጠብቃል ብዙ ጥቅሞች አሉት አኺራ ላይ اما في الاخره يشفع لك عند الله كالله زند شفاعه يሆናል يقول عليه الصلاه والسلام نبياتنا من ይላሉ الصلاه والقران يشفعان للعبد يوم القيامه صلاتنا ጾም يوم القيامه ለአንድ ባሪያ ከአላህ ፊት شفاعه ይጠይቃል አማላጅ ይሆናሉ يقول الصيام ጾም ምን ይላል أي ربي جيتاي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه أنت جيتاي لكو بكان كمجب كم يفلقاتشو نقر كالكي يوال أباك عمال أجله نويلال ويقول القرآن قرآن دمو من إلال منعته النوم بالليل فشفعني فيه جيتاي صوم بكان كسو تعقبو بيهو لنكوا أني دمو بلاليت انكرف كالكي يويالو እንቅልፍ አላስተኛውትም ሲቆም ሲሰግድብኝ ነው የሚያደር እባክ ሸፋዓ ሊሆን ይላል ነብያችን ምን አሉ قال فيشفعان ለሱ ሸፋዓ ይሆኑታል ከአላህ ዘንድ ቁርአን ትልቅ ፈضል ያለው ረመዳን ላይ ቁርአን ማብዛት ላይ ተቀናለብን ኢንሻአላህ ሌላው በረመዳን ከሚወደዱ ስራዎች በተለይ አላህ ጸጋ የሰጣቸው ሀብታሞች የምትጠቀሙበት ነው العمرة في رمضان ላይ ዑምራ ማድረግ አለብን هدن عمره درسن ممتعت لبنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنبي صلى الله عليه وسلم بحديث لتجنيو العمرة في رمضان تعدل حجة برمضان مدرج عمره حجة كله من دولان لك صلاة يسبع صلاتها اللي بازال فرد دالو سنة يفردها اللي صافن دالو عمره ده مسترق يحجها لو يصافن له وفي رواية بقى ميجرم رواية دمو حجة معي برمضان عمره مادرك كنيجا حج اندمادرك يكوترال الله أكبر فهنيئا لك يا أخي بحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كنبي يوجا حج السبو نبي تبقكما يا أمي أبرا في تاتشوني يا لسلاسة نقراتشوني يسمى يمكروا كرسول حج ستادرق السبو صوفا مروى أبرس التروت سبحان الله ስለዚህ ሀብታሞች ይሄ የማይገኝ እድል ነው በእድሜ ልካችን አንዴ እንኳን ወጥተን ልንገባ ይገባል ለ10 ለ15 ቀን መካን ዑምራ አድርገን መመለስ አለብን
ሌላው በረመዳን ከሚወደዱ ስራዎች ውስጥ الدعاء طوال النهار وخصوصا عند الافطار ዱዓ ማብዛት አለብን ረመዳን ላይ ዱዓ ማብዛት አለብን ዱዓ ረመዳን ለጾመኛ ሙሉውን ቀን ማድረጉ የተወደደ ነው ተፈላጊ ነው በተለይ ሊያፈጥር ሲል والدعاء مطلوب من الصائم طوال نهاره فكان مولو كان ما دربو يتوددنه ولكنه مطلوب من سورة خاصة عند الإفطار بتالي اللي عفتر سيزقاج ربوتي يالا بتام دكمو يالا مقبوك أربولت يالا ما درقو دعاء أي ملسم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عشان حديثات شوي منالو ثلاثة لا ترد دعوتهم صص وتشالو دعاء شون الله ما يملسو كنزي اسم تقصو الإمام العادل فتحي وندانيا مري ودعوة المظلوم يتبدل سو دعاء قاد الرجاي ملسم والصائم حين يفطر صومنيا سافطر ما يدرقا الدعاء أتملسم وفي رواية بليل زقام والصائم حتى يفطر صومنيا اسكافطر درس كصبح جمر اسكمغرب ما يدرقا دعاء بدنا يملسم متناكر اللبن ستافطر من بلا دعاء بلا تجمر الله من تلال ذهب الظمأ إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء ذهب الظمأ طماطق توجد وابتلت العروق تبوتشم يدم تبوتشم الناس مرطبوا وثبت الأجر إن شاء الله أجرك الله ذن ترقاقطال إن شاء الله بلا تجمر الله كذا يراسك حاجات أقرب الله نبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث لابن عمر بس تلالف حديث لنبي من قال له أن للصائم عند فطره دعوة ما ترد لصومن يكو سافطر عند فطره حين يفطر معناته دعوة لا ترد الله ما يملسات دعاء لك الله نكملوا دعاء لك እናቶች አባቶች ወንድሞች ብዙ ሐጃ አለብን የታመመ ቤተ ዘመድ አለን ስራ አጥተናል ኢኮኖሚ ችግር አለ ጤንነት የለንም ኢማናችን ደካማ ነው ብዙ ዱዓ ያስፈልገናል መጠናከር አለብን ولهذا اهتم السلف بدعاء عند الافطار قدمت سلفوች بدعاء ትልቅ ትኩረት ሰጥተው ነበር وكان عبد الله بن عمر ታላቁ صحابه عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر يجمع بنيه عند الافطار ልጆቹን ሊያፈጥር ሲሰበስባቸው አለማዱ ላይ ويدعو قائلا بسر الله دعاء ያደርጋል نسم عبروت من إلى اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء جيتاي كل نجر بعد درستشو كل بسفاتشو إذنت تيك لو أن تغفر لي ذنوبي وانجل تمريزا دلالو يا فطرس الزجاجو يا ملجو تشاتشين بالبيتو تشاتشين قونا دعاء ما درجة لبلنا فطر سنل الله سبحانه وتعالى رمضان لي دعاء عندنا درجنا سورة البقرة سورة رمضان سناقر قينا كذا محل يدعان عنكس كتتا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان باروتش سلانيت أن يكونون قرب نوبلاتشو إلما ينطري اسم الله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أنين يتاززون ينين امتزاز يكبلوا لمروا يكجلال نيلان الله يدعان انكس كصوم انكس مع الكتتو منه دعاء ما درك እንዳለብን እየተቆመን ነው ረመዳን ላይ ብዙ ሐጃ አለብን ወደ አላህ ሐጃችን አድር እንግዲህ መፍትሄ እናገኛለን ኢንሻአላህ ሌላው በረመዳን ከሚወደዱ ስራዎች አልኢዕቲካፍ اعتكاف ما درجال لبن الاعتكاف هو حبس النفس في المسجد لله تعالى اعتكاف مالت نفس لله سبحانه وتعالى سيبان تنش عصره بعبادة ما قويت مالتنا مسجد وأنا عائشة رضي الله عنها نبيهم بدأنا يدرقوا نبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يا رمضان يمتشرش عصر كانوا اعتكاف يقبوا نبر كمسجد اعتكاف مالت مسجد لا توطأ لتوسن ساعات نيته መግባት ነው 10 ቀን ሊሆን ይችላል ሳምንት ሁለት ቀን አንድ ቀን እንደፈለከው ትችላል አንድ ሰዓትም ቢሆን ኢዕቲካፍ ይባላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 10 الأواخر የመጨረሻ 10 የረመዳን ቀናቶችን መስጂድ ይገቡ መስጂድ ነበር የሚያሳልፉት እዛው ነው የሚያፈጥሩ እዛው ነው የሚጾሙት ثم اعتكف ازواجه من بعده ከዛም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ አኺራ ከሄዱ በኋላ ባለቤቶቻቸው ኢዕቲካፍ ያደርጉ ነበር ትላለች እናታችን አይሻ ሐዲሱን اتفق عليه شيخان
መቼ ይገባል ኢዕቲካፍ የሚገባ ሰው መቼ ነው የሚገባው መግባቱ የሚወደደው بعد الصبح ከሱብሒ ሶላት በኋላ ቢሆን ነው انا عائشه رضي الله عنها እናታችን አይሻ ምትላለች قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ነብያችን صلى الله عليه وسلم اعتكاف መግባት ከፈለጉ ሶላት الفجر ሱብሒን ይሰግዱና ከዛ በኋላ ኢዕቲካፍ የሚያደርጉባት ከመስጂዱ ስለየት ያለች ቦታ አለች ከዛ ይገቡ ነበር ትላለች ከሶላት الفجر በኋላ መግባቱ የተወደደ ነው ከዛው በፈለከው ሰዓት ልትገባ ትችላለህ መውጣት እንዴት ነው የሚቻለው ኢዕቲካፍ ከረመዳን ውጭ ነይተ ከሆነ ለምሳሌ አንተ بعد العصر እስከ መግሪብ ድረስ ነፍሴን አደብላ ተዛ ብለ ሞባይል አጠፋፍተ እስከ መግሪብ ኢዕቲካፍ መግባት ትችላለህ የኢዕቲካፍ አጅር አለ ተቀበል ረመዳን ላይ ግን አሽራ ከገባ ከዒድ ውጭ መውጣት የለብህም የሙሉን አጅር ታገኝ ዘንድ ረመዳን ላይ ግን ገብተህ ከሆነ አሽሩ ለዋኺር ገብተህ ከሆነ ሱብሒ ሰግደ ገብተህ 10 ቀን ቆይተህ ከሆነ ዒዱ ነገ ሊሆን ዒሻ ላይ መውጣት ትችላለህ ረመዳን ሲያልቅ ግን ተወዳጁ የረሱልም ሱና ዒድን ሰላት ሰግደህ ወደ ቤት መመለስ ነው ይሄን ለማድረግ መጣር አለብን لا يجوز الخروج الا للضروره اعتكاف የገባ ሰው ለችግር ካልሆነ መውጣት አይፈቀድለትም ምሳሌ ኢዕቲካፍ ብለህ ለሳምንት ነው የተገብተህ መሃል ላይ ቤተሰብ ባንክ ዶ ብር ያላንተ ማውጣት ማይቻል ከሆነ አንተ ሄደህ ወጣ አውጥተህ ቶሎ ከፍለህ ወርዛ መመለስ ትችላለህ ምግብ ያመላልስልህ ከሌለ ወጣህ ለማምጣት ትችላለህ ሽንት ቤት ለመጠቀም ሻወር ለመውሰድ ይሄና ለመሰል ግዴታ ለሆኑ ነገሮች ወጣህ ትመለስ አይበላሽብህም ከዚህ ውጭ ብትወጣ ግን ኢዕቲካፍ አጅሩ ታጣዋለህ ይበላሻል ማለት ነው السنة في الاعتكاف اعتكاف مقبات سنة ونقدي ألا يعود مريضا بشتين وطاه لمتيك مسجد قبتاه بقى على الله بتشانو وألا يشهد جنازة تكتلها لمقبرنا بقى اعتكاف قبتاه أنت توطع لوطع بلسكن يحبت قزيد رسبيون سلزي رمضان الاعتكاف ما بزات هلبن مسجد مكمت سوس كان كذا سامن 10 كان መጣራል በተለይ የመጨረሻ 10 ቀናቶች ላይ መበራታት ይኖርብናል ኢንሻአላህ ሌላው በዚህ ወር ውስጥ ልናበዛው የሚገባ ልንሰራው የሚገባ ዒባዳ قيام ليالي رمضان وصلاه التراويح رمضان ليلوችን በዒባዳ ማሳለፍ صلاة التراويح بثكل مسجد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة من قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة نبياتي صلى الله عليه وسلم رمضان تراويح بمسجد قيام الليل بمقوم يانس السنة بطرق جنا يعزنا بديت هدرجو حديث من سيلو يانس السنة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه رمضان نكو أمنبت لا الله بلو إخلاص لا الله هدرجو أجرك الله جنيالو بلو يسوم السو غفر له ما تقدم من ذنبه كذب في تسر وجل الله يترك اللتال سلزي لليت مسجد علبن تراويح بالسرعات بتجبار مسجد علبن قيام الليل لليت مقوم علبن إن لقيام الليل منزلة عظيمة في الإسلام لليت قوموا سيسجدوا مادر تراويح مسجد بس لمنا تلك درجة له قيام الليل صفات لعباد الرحمن لا الله سبحانه وتعالى ود مرت باروج የነሱ መገለጫ ባህሪ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነዚህን የሱን ባሮችን ሲያወድሳቸው የነሱን ባህሪ ሲገልጽ ቁርአን ላይ ምን ይላል والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما እነዛ ናቸው ሌሊቱን ለጌታቸው ሲሰግዱና ሲቆሙ የሚያድሩት وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه نبياتي صلى الله عليه وسلم الله يلفون وانجل يمارلاቸው ንጩንም ይማርላቸው እግራቸው እስኪሰነጠቅ ድረስ ቆመው ሲሰግዱ ያድሩ ነበር فقالوا له ሰዎች ምን አሏቸው يا رسول الله انت يا الله መልእክተኛ تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله يلفون የሚመጣው ወንጀል ምሎ ይዚን ያህል ግርስ ይሰናጠቅ ተቆማለህ እንዲያሏቸው قال ነብያችን ምን አሉ أفلا أكون عبدا شكورا ታዲያ አመስጋኝ ባሪያ አልሆንም እንዴ እንደዛ ከማረኝ الله سبحان الله ነብዩ ለሊት ሲሰግዱ ነበር የሚያድሩት وكان عمر يساچውንም ታላቅ ደረሰ عمر بن رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء የተቻለውን ያህል ለሊት ይሰግድና حتى إذا كان نصف الليل የለሊቱም ግማሽ እንደሆነ أيقظ أهله للصلاة
ለሶላት ቤተሰቦችን ይቀሰቅሳቸው ነበር ሳሊሖች እንዲህ ነበሩ ثم يقول لهم الصلاة تنسوا صلاة سجدوا ባለቤቶቻቸውን ልጆቻቸውን ويتلو هذه الآية እቺን አላህን አንቀጽ ያነቡ ነበር وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ቤተሰቦችን በሶላት እዘዝ የሚለውን አዘዝ واصطبر عليها በማዘዝም ላይ صبر አንተ ቤተሰብህን ትቀሰቅሳት አለ ባለቤትህ ዛሬ ትሰንፋለች ሳምንት ደከምኩ ይበቃኛል አይደል واصطبر عليه أي واصبر عليه ታገስ አመት ሁለት አመት ልጆችን ሁሌም በመቀስቀስ لا نسألك رزقا نحن نرزقك አንተን እነሱ መመገብ አንተ ይከህም እኛን መግባቸዋለን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والعاقبة للتقوى መጨረሻውን ለፈሪሃን አላህ ነውና قيام الليل ማብዛት አለ صلاة التراويح መስራት መስገድ አለብን ረመዳን ላይ እቺን ወር እንጠቀማት ወንድሞች አባቶች وجاء في سنن الترمذي ላይ በመጣው ሐዲስ ነብያችን ምን አሉ አፍሹ ሰላምታን አብዙ وأطعموا الطعام ምግብን አብሉ ያገኘውን السلام عليكم በል ደግሞ ምስኪኖችን ድሆችን ተርታ መግብ ጋብዛቸው ወሲሉ الارحام ዝምድናን ከተሉ وصلوا بالليل والناس نيام ሰዎች ሲተኙ እናንተ ተነስታችሁ ለሊት ስገዱ تدخلوا الجنة بسلام ጀነት በሰላም ትገቡ ዘንድ ይላሉ ማድረግ አለብን ለሊት ተነስተን ከሌሊቱ የተወሰነች ክፍል 30 ደቂቃ ምትሆን ከአላህ ጋር መገናኘት አለብን በተለይ ረመዳን ሲመጣ ደግሞ ከኢሻ በኋላ ያለውን ተራዊህ ጠንክረን መስገድ ይኖርብናል يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل ነብያችን ይላሉ አደራችሁን ለሊት ተነስቶ በመስገድ ላይ فإنه دأب الصالحين قبلكم ከናንተ በፊት የነበሩ የደጋግ ሰዎች ልምድ ነውና ፈለግ ነውና ይላሉ وهو قربة إلى ربكم ወደ ጌታችሁ መቀረቢያ ነው ومكفرة لسيئاتكم لوانجلاتكم مترجان ይላሉ عليه الصلاة والسلام ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان تراويحين በሚገባው መልኩ የሰገደ ረመዳንን ቆሞ በትክክል ለሊት ተገዝቶ አሳልፏል ይባል ነብዩ እንዳሉት من قام رمضان إيمان قام ያሉት ተራዊህን በትክክል የሰገደ የረመዳን ለሊት ቆሞ እንዳሳለፈው ይጻፍለታል تنام العشق فيكم واشتياقي عيدني باللقاء يا حبيبي ببابك كيدي كان التلاقي فهل لي عودة بين الغيوم ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان بتكل قومه ይባላል ተራዊህ ማለት ሙስሊሞች ረመዳን ከኢሻ በኋላ ምን ሰግደው የጀማዓ ሶላት ማለት ነው ይሄን ደግሞ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጀመሩት وقد سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى ليلتين أو ثلاث ثم ترك خشية أن تفرض عليهم ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ እናታችን አይሻ በመታስተላልፈው ሐዲስ ረመዳን ላይ ገቡና ይላሉ ተራዊህ ሰገዱ ሲሰግዱ የተወሰኑ ሰው ተከተላቸው ጧትም ሲያነጉ እነዛ ሰዎች ከነብዩ ጋር ሲሰግዱ እንዳደሩ ተናገሩ በሁለተኛው ቀን ሰው በዛ ትላለች ከዛም ሁለተኛ ቀን ያልመጡ ሰዎች ጧት ሲነገራቸው በሶስተኛው ቀን መስጂዱ ሞላ ትላለች ሰው መቆሚያ እስኪጠፋ ድረስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአራተኛው ቀን ተውት ለምን ፈርድ አላህ እንዳያደርግባቸው ፈርድ ቢደረግብን ኖሮ እንሳነፍና ለቀጣት እንበቃለን ነብዩ وكان بالمؤمنين رحيما ለሙእሚን አዛኞች ነበሩ ለኡመታቸው አዛኝ ነበሩ እኛ ለግዴታ እንደይደረግ ሲሉ ነብዩ ተውት ከዛም በኋላ በሰይድና አቡበክር ስዲቅም ዘመን እያንዳንዱ ሰው በየግሉ እየሰገደ አሳለፈው በሰይድና ዑመር ዘመን ሲተካ ሰይድና ዑመር አንድ መስጂድ ሲመጡ ግማሽ ሁለት ሰው ለብቻ ይሰግዳል ሌላው አንድ መሪ አድርጎ አምስት ሰው ይከተላል ሌላው ለብቻ ይሰግዳል ተበታትነው ሳይሁ ለምን በአንድ ኢማም አልሰበሰባቸው ማሉና ወበይ ኢብኑ ከዕብን ኢማም አድርገው ሙስሊሙ ተራዊህ ተከትሎት እሱ እንዲሰግዱ አደረጉ ያኔ የሰገዱት ስንት ነው 20 ተራዊህ 3 ዊትር አድርገው ነበር 23 ረካዓ የሰገዱት ስለዚህ ተራዊህ ላይ መበርታት አለብን መጠንከር መስገድ አለብን አሁን በአገራችን እንደሚታየው ተራዊህ 11 ነው ወይ 23 ነው ልዩነት አለ ይሄም ያለ ጉዳይ አይደለም 11 የሚሰግድ ሰው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ሟልቷል እናታችን አይሻ እንደምትለው ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة رواه البخاري
ቡኻሪ ሶሒህ ሐዲስ ላይ በተዘገበው ሐዲስ እናታችን አይሻ ምን ትላለች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በረመዳንም ይሁን ከረመዳን ውጭ ከ11 ረካዓ ጨምረው አያውቁም ትላለች ስለዚህ 11 የሰገደ የነብዩን ሱና ተከትሏል ነገር ግን 23 ቢሰግድስ ወጣቶች ደግሞ ቢድዓ ነው ያሉ ሲጮህ ሰማለሁ ይሄ ያለ ዒልም መናገር ነው ومن صلى ب23 فله أسوة بما كانت عهد عمر በሰይድና ዑመር ዘመን ሰሃባ ኢጅማዕ ያደረገበት ነው 23 ረካዓ መስገድ 23 ረካዓ ሰይድና ዑመር ኡማው የሰገደ ከዛ በኋላ 23 ረካዓ ነው ቢሰገድ ችግር የለም እኛ ደግሞ ቅን መሪዎችና ዑመርና አቡበክር ሲዲቅን ሰይድና ዑስማንን እና አሊን እንድንከተል በሐዲስ ታዘናል عليكم بسنتي وسنتي خلفاء الراشدين المهديين የኔን ሱና አደራችሁን ደግሞም የቅን መሪዎችን የኹለፋኡ الراشدين ሱና ተከተሉ ተብለናል ይህ ሰይድና ዑመር የደነገጉት ሱና ነው ልንከተለው ይገባል ስለዚህ ተራዊህ ላይ መጠንከር አለብን ኢማሙ እስኪያበቃ ድረስ አብረን መስገድ አለብን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام الليل ከኢማሙ ጋር አብሮ የሰገደ ኢማሙ አሰላም ተወጡ እስኪሄድ ድረስ قيام الليل እንደቆመ ይጻፍለታል ስለዚህ ረመዳን ተሐጁድ ተራዊህ ምን ሰግድበት ወር ነው መበራታት አለብን አካላችን በሶላት ማዳበር አለብን ኢንሻአላህ ሌላው በረመዳን በጣም የሚወደደው ስራ ምንድነው صدقة መስጠት ነው يقول عليه الصلاة والسلام نبياتنا حديث لم يقالوا أفضل الصدقة بلاج صدقة صدقة في رمضان برمضان مسطو صدقة بيبكتو رمضان لي እጃችንን መስጠት ማስለመድ አለብን ላገኘን መስጠት መቻል አለብን ደግሞ ከصدقة ውስጥ የሚከተሩ ومن الصدقة إطعام الطعام ምስኪኖች ማብላት አለብን ከገጠር ከተለያየ ቦታ ችግረኛ ረመዳን ላይ መስጂዱን ይሞላዋል ያኔ ቤት እየወሰድክ ማስፈጠር መቻል አለብን ለቻልከው ደግሞ ዘካህን መስጠት አለብን صدقة መስጠት መቻል አለብን ነብያችን ሐዲስ ላይ ይላሉ من فطر صائما አንድን ጾመኛ ያስፈጠራል ደግሞ መታስፈጠረው በተምር ሊሆን ይችላል በውሃ ሊሆን ይችላል በወተት ሊሆን ይችላል በቻልከው ብቻ من فطر صائما ጾመኛን ያስፈጠረ كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا ከጾመኛው ሰው ምንም አጅር ሳይወሰድበት ግን እሱ ጾሞ የዋለውን አጅር ላንተ ይሰጣል ኢየሱስ ሳይነካ አላህ ለሁሉም መስጠት የሚችል ጌታ ነው ስለዚህ ረመዳን ላይ በማስፈጠር መራራጥ አለብን صدقة በመስጠት ላይ ሌላውና ዋናው በረመዳን ልንሰራው የሚገባ الاجتهاد في العشر الأواخر سبحان الله በመጨረሻው አሽሩ الأواخر ላይ اجتهاد ማድረግ አለብን ትግል ማብዛት አለብን ረመዳን የመጨረሻው 10ኛ ቀን ላይ 20 ቀን ካለፈ በኋላ የምትመጣውን 10 ቀን اجتهاد ማድረግ አለብን ጠንክረን ዒባዳ ማድረግ አለብን كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما في غيرها ነብያችን صلى الله عليه وسلم በረመዳን የመጨረሻ 10 ቀናቶች ውስጥ በጣም ዒባዳ ያበዙ ነበር በሌላው ማያደርጉትን وقالت عائشة رضي الله عنها እናታችን አይሻ ምትላለች كان اذا دخل العشر الاواخر ነብያችን እኮ የመጨረሻው 10 የረመዳን ቀን ሲገቡ شد مئزره تتقاچون ያጠብቁ ነበር በጣም ዒባዳ ያበዙ ነበር واحيا ليله ለሊቱን በዒባዳ ቆሞ ያሳለፉት ነበር وايقظ اهله ቤተሰቦቻቸውን ተነሱ ያሉ ይቀሰቅሱ ነበር ከአላህ ረህመት ቢታደልበት ኸይር የሚዘንብበት ለሊት መጣ ተነሱ ያሉ وأيقظ أهل ያስነሱ ነበር وشد المئزر شد مئزر የተባለ كناية عن الاجتهاد في العبادة በዒባዳ ጠንክረው ለመታገላቸው አባባል ነው ይሄ አንድ ሰው ከባድ ስራ ሲሰራ ምን ትላለ እስከ ጉልበቱ ቀንፏል ትላለ شد عن ساقيه ትላለ ኢየሱ ጠንክሮ እየሰራ ነው ብለ ለመግለጽ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ ላይ ይበራቱ ነበር በቃ አሁን ምንዳም ይሰጥበት ለሊቶች መጣዋል واحيا ليله ለሊቱን በዒባዳ ያሳልፉት ነበር ከዛ በፊት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግማሹን ይሰግዳሉ ግማሹን ይተኛሉ እንዲህ ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ እንዳዘዛቸው ያ አዩሃል ሙዘሚል አንተ ተከናናቢ ሆይ قم الليل إلا قليلا لليتون بسجدت أصلفه إلا قليلا تنشوان بتشستكر تنشوان تنيا نصفه وين قماشو قمادات أو ينقص منه
ትንሽ ቀንስ አው زيد عليه ወይም ጨምር አብዛኛው ሌሊትም በመቆም አሳልፈው ወረቲል القرآن ترتيلا ተብለው ነበር ከረመዳን ውጭ በዚህ ነበር የሚያሳልፍ ግማሹን በመስገድ ግማሹን በመተኛት ረመዳን በተለይ አሽሩል አዋኺር ሲገባ ትላለች እናታችን አይሻ የመጨረሻው 10 ቀን ሲቀሩ አህያ ሌሊላ ሌሊቱን ቆሞ ሲሰግዱ ነው የሚያድሩት እንቅልፍ አይተኙም ነበር ሱብሃንአላህ ወአይቀض አህለ ቤተሰቦቻቸውን ያነቁ ነበር አሁን ኸይር የሚታደልበት ምሽቶች መጥተዋል ተነሱ ይሉ ነበር ባለቤቶቻቸው ልጆቻቸው አላህም ቁርአን ላይ ያዟቸዋል ወእሙር አህለከ بالصلاه واصطبر عليها አላህ Subhanahu Ta'ala ቤተሰቦችን በስግደት እዘዝ በዛም ላይ ታግስ ብሏቸዋል ሁሉን ያነቁ ነበር ተነሱ ይሉ ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም أشهر الأواخر تلك تجري على نبر ومن دلائل حرصه صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد في العشر الأواخر الاعتكاف فيها في المسجد بأشهر الأواخر النبي صلى الله عليه وسلم السر كانت يسكروا اعتكاف جو نبر كالدنيا تنتلو اللهم بتشال مملك كمسجد سيوط السر كان يصلفوا نبر عبادة سكروا سيذكروا للي سيسبروا يدروا نبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة رضي الله عنها نتتنا عائشة مثلالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله سبحانه وتعالى ولا آخر أسكو السادات ودرس النبي صلى الله عليه وسلم يمتشرشا وجن السر كانت رمضان يمتشرشا كانوا وجن اعتكافي جو نبر كزام من تلالك ثم اعتكف أزواجه من بعده كزام بحلا بالا بيتو تشاتشو اعتكاف قبو تلالك ساتشو كالفو بحلا إذن اجتهاد ما درك هلبن ميسترو مندنو اشهر الاواخر الاجتهاد من درجبت اولا عندنيو ان هذه العشر هي ختام شهر المبارك እነዚህ የመጨረሻ 10 ቀኖች የተባረከው ወር ረመዳን መደምደሚያ ናቸው والأعمال بخواتمها ደግሞ ስራ በመጨረሻው የሚወሰነው መጨረሻ ካማራ ነው ሁሉ ነገር አምሮላህ ለሚባለው ولهذا كان من دعائه عليه الصلاه والسلام ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዛ ነው ይሄን ዱዓ ያበዙ ነበር በየትኛው የህይወት ተጨባጫቸው ምን ይላሉ اللهم انت ጌታዬ اجعل خير عمري اواخره የخير عمرين የእድሜን ጥሩን የመጨረሻውን አደርግልኝ وخير عملي خواتمه ደግሞ የሥራዬን ጥሩን መደምደሚያውን መጨረሻውን አደርግልኝ አንተ ረመዳን ሀያውን ቀን ጎብዘ መጨረሻው ላይ ከተበላሸብህ ይበላሽብሃል መጨረሻው ሲያምር ነውና ስለዚህ ስራ በፍጻሜው ስለሆነ አሽሩል አዋኺር ሲገባ ፍጻሜው እንዲያምርልን اجتهاد እናበዛለን الثاني ሁለተኛው ሚስጥሩ ምንድነው رمضان 10 ቀን ሲቀረው ምን ታገለው ان ليله القدر المباركه المفضله ارجح ما تكون فيها بل صحت الاحاديث انها تلتمس فيها በተለይ ደግሞ ለይለቱል ቀድር የተባለው ሌሊት ከአንድ ሾር ይበልጣል የተባለችው ሌሊት አሽሩል አዋኺር በመጨረሻው 10 ቀናት ነው የምትገኘው እሷን ለማግኘት እሷን በማግኘት የበላይ ለመሆን ትልቅ ድል ለመጎናጸፍ በዚች በቀሩት 10 ቀናት ትግል እናበዛለን فاللبيب الكيس من اجتهد في هذه العشر أساء أن يظفر فيها بهذه الليلة فيغفر له ما تقدم من ذنبه ያለፈው ወንጀል ይማር ዘንድ እቺን ሌሊት ለማግኘት ለቢብ ፈጢን ይሆን አክቲቭ የሆነ ሰው በእነዚህ ሌሊቶች ይታገላል جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا صلى الله عليه وسلم صحيح بخارينا مسلم بتزجب حديث لي من قالوا من قام ليلة القدر ليلة القدر نكو يتشي برمضان مترش 10 ቀናት የምትገኘው እቺ ليلة القدر አንዲት ሌሊት አለች እሷን ቆሞ በዒባዳ ኢማንን واحتسابا ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅር አገኛለሁ ብሎ ለአላህ ጥርት አድርጎ የቆማት ሰው غفر له ما تقدم من ذنبه ያለፈውን ወንጀል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይምረዋል ይላሉ ግን እቺ ለይለቱል ቀድር ነው እንግዲህ እንድንታገል በመጨረሻ 10 ቀናቶች ውስጥ እንታደርገን ማናት እቺ ሌሊት هي ليلة اصطفاها الله واختارها الله Subhanahu Wa Ta'ala ከአመታቱ ሌሊቶች ውስጥ የመረጣት ሌሊት ናት ليلة القدر والسريمات الله سبحانه وتعالى يفلقون يبردال
الله سبحانه وتعالى سلام مرات سيناجر يفلقوا النبي مرات سيناجر ملال يا موسى لن موسى من على الشو إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي أنت موسى أني أنت انكسو لجوج بملكتني ما درقنا بما نقاقر مرتك إلى الشوال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى أني مرجع الله أنت لما ورد له رأي اسمع إلى الشوال مريم عليها السلام بزمنها كنبروا سيتوج اندمرت سيناجر وإذ قالت الملائكة ملائكة من لمريم انديه بالو غزي أوصى أنت محمد يا مريم أنت مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين أنت مريم الله مرتش أصدش بزمنشم كالو سيتوج أنتين يبلا أرجو مرتش لثل الله يفلقوني مرتش الله يفلقون سو لغونه ነገር ይመርጠዋል ሀብታሞች ተሰብስበው አንዱን መርጦ መስጂድ ሰሪ ያደርገዋል ሌላውን በኺል እንደሆነ ይከራል አንዱን ይመርጥና የቲም አሳዳጊ ያደርገዋል አንዱን ይመርጥና ዳዕዋ በታኝ ያደርገዋል ግን አላህ አይመርጥም ይላሉ ዑለማዎች ከልብህ የሚያቀው ኸይር ነገር ቢኖር እንጂ አላህ ይፈልገውን ይመርጣል اصطفى من البشر الانبياء الله سبحانه وتعالى كسو ልጆች አንቢያዎችን መረጠ واصطفى من الانبياء الرسل ከአንቢያዎች ደግሞ رسولوችን መረጠ መልእክተኞችን واصطفى من الرسل اولو العزم الرسل اولو العزم የሚባሉ አሉ ትላልቅ رسولوች እነማን ናቸው ኑህ عليه السلام عيسى عليه السلام موسى عليه السلام ابراهيم عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيات أمستو أولو العزم يبالانو واصطفى من أولو العزم الرسول نبينا محمد نبيات مرتاتشو لمك أمستو ليتو وجعله خاتمهم وسيدهم أين تاتشونا مدمدمه أدرقاتشو الله يفلقون مرتال واصطفى أمته من باقي الأمم كلفوا تزبوت كله ينبي أمة مرتا وقال كنتم خير أمة إن أنت بلاج هزبوش ناتشوال مرتا كريلاو ليتو كأمته استدموا صحابوችን መረጠ ከኡመታቸው ስለም صحابوችን መረጠና የረሱል ጋር አደረጋቸው محمد رسول الله والذين معه አብረው ያሉት አለ ጓደኛ አደረጋቸው ከሳቸው እንዲማሩ አደረገ የሳቸው መልክ እንዳዩ አደረገ አላህ صحابوችን መረጠ ከሌላ አዛብ አላማን መረጠ واصطفى الشهداء شهيدوችን መረጠ الله ويتخذ منكم شهداء شهيدوችን ይይዛል الله شهيدنا بالله دين دم فالصممت من مرته الله يوفقنا كلنا واصطفى الله مرتا يمرتال واصطفى من الملائكة جبريل كملائكة جبريل مرتا واصطفى من البلاد مكة كأجر مكة مرتا بوضع أجروش يالو مكة يتبارك السارق مرتات واصطفى من الأيام أيام ذي الحجة كأناتوش دمو كأمتو كأناتوش أيام ذو الحجة ميبالوتن كعيد الأضحى كعرفة بفيت يالوتن 10 كأناتوش مرتا بالنزا ساعات بالنزا كان የሚሰራን ስራ የሚወዳደሩ የለም واصطفى من الشهور رمضان كوروش دمو رمضان الله مرتا واصطفى من الليالي ليلة القدر ወደዚህ ለመምጣት የተደረደሩ ከሌሊቶች ደግሞ ከአመቱ ካለው ሌሊት አንዷን ሌሊት መረጠ ስሟን ምን አላት ለይለቱል ቀድር አይ ذو شرف የተላቀችው ሌሊት አላት سبحان الله እቺ ለይለቱል ቀድር ትልቅ ሌሊት ናት ለይለቱል ቀድር ታላቅ ሌሊት ናት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንቀጽ አወረደ አንዲት ምዕራፍ አወረደ ስለ ለይለቱል ቀድር ፈድል የምትናገር ስለዚህ ስለ ተላቀችው ታላቅ ሌሊት متناجر مقراف ورد الله سبحانه وتعالى يقول مولى عز وجل الله قرآن لي من الال إنا أنزلناه في ليلة القدر إنكو أوردنا قرآنا بزج بتلاكتشو لليت ليلة القدر تقول فلان ذا قدر في العند تناجر كليكو ذا قدر يتلاكن تلالا ليلة القدر يتلاكتشو لليت هلات بزش بتباركتشو بتلاكتشو لليت الله قرآننا وردنا على والمراد بإنزال القرآن إنزاله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا الله سبحانه وتعالى كلوح المحفوظ أورده ود سماء الدنيا أورده بزش لليت نتورده لكنا وحينه كما قال ابن عباس عبد الله بن عباس ينقر من قالوا أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا
الله سبحانه وتعالى لوح المحفوظ لي ያለው እሱ ዘንድ ካለው መዝገብ ቁርአንን አወረደ ወደ ምን ቤቱል ዒዛ የሚባል አንደኛው ሰማይ ላይ ያለ ቤት አለ ወደዛ ቁርአን በክብር ወረደ በዛሽ ሌሊት ነው ወረደ ከዛ በኋላሳ ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ከዛ በኋላ በ23 አመት ከሰማይ ባለው ከቤቱል ዒዛ የወረደ እንዳስፈላጊነቱ አላህ አወረደው بحسب الوقائع እንደገጠመኝ ويسألونك እንዲህ ብለው ይጠይቋል እንዲህ ብለ መልስ ስትል አላህ ያወርዳል ጅብሪልን ወህይ ያከታተለ ያወርዳቸዋል በ23 አመት ከሰማይ ወደ መሬት ወረደ الله سبحانه وتعالى በዚች በተከበረችው ሌሊት ነው ቁርአንን ከለውህ المحفوظ ወደ መጀመሪያው ሰማይ ያወረደው ታላቅ ሌሊት ናት وما أدراك ما ليلة القدر على الله إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر من أسوق الليلة لال مفسرات من يلالو وهذا على سبيل التعظيم لها والتشويق لخبرها من أسوق مالته يليلة كباد النت للناكر የሌሊቱ القدر ትልቅነትን መግለጽ ነው ለማጓጓት ነው ከዛም በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሶስት ነጥቦች ገለጸው በሶስት አበይት ጉዳዮች ልቅነቷን አብራራ ትልቅ ሌሊት ናት من على الله سبحانه وتعالى ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر اتشللت كثلاكة شللت خير من 1000 شهر كأند شهور تبلتالج كأند شهور بليت مزنالج كأند شهور አንድ ወር አይደለም ወይም አንድ ሺህ ቀን አይደለም አንድ ሺህ ወር በአመት ሲለወጥ 83 አመት ከ4 ወር ማለት ነው እቺ አንዱ አለበት سبحان الله قال المفسرون من قالوا العمل الصالح في ليلة القدر بزج ليلتكم مسرا خير سرا خير من العمل في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر عند شهور كم مسرا وعبادة يبلغشنا بزج ليلت አንዲትን ባብታነባ አላህ የሚጽፍልህ በዛሽ ሌሊት ለይለቱል ቀድርን አላህ ወፍቆ አላህ ሁላችን ይወፍቀን ፈከና ያ አርሐም الراحمين አላህ ይተመን ወፍቆ በዛሽ ሌሊት ዱዓ ስታረግ እንባ በጉንጭ ቢያርፍ አንድ ሺህ ወር እንዳለቅስ ተደርጎ ይጻፍላል አንድ ሺህ ወር ወይም 83 አመት ከ4 ወር ስታለቅስ እንደነበር ዱዓ ብታረግ አንድ ሺህ ጊዜ አንድ ሺህ ወር ዱዓ እንዳረግ ቁርአን ብትቀር አንድ ሺህ ወር ቁርአን እንደቀራ ይጻፍልሃል سبحان الله من أين تفضلنا نقر قنيه تالاك سقا نبي صلى الله عليه وسلم لساتشو لأمتاتشو بالو أزنت يتستن ستوتانو عندي تلاليت بأند شهور يتشالي أجر متاسقي من هنا مسألة روى ابن عباس ومجاهد عبد الله بن عباس والسلام في الحديث لي أن رجولا لبس السلاح وجاهد في سبيل الله 1000 شهر كان يابا فيت بنبر هزبوت شوست እድሜያቸው ረጃጅም ነበር 1700 እንዲህ ነበር የሚኖሩት የቀደምት ትውልዶች እኛን ነው ዑምራችን አጭሮች የነብዩ ኡመት እድሜያችን 67 እስከ 100 እንዲህ ነን አጭር ነው እድሜያችን ከኛ ፊት የነበረ ስለ አንድ ሳሊህ ሰው ነብያችን ጅብሪል መጥቶ ነገራቸው ምን አላቸው አንድ ሰው ነበር አላቸው ሰይፉን እንደያዘ 1000 ወር ሲታገል 1000 ወር 83 አመት ከ4 ወር ሰይፉን ይዞ በአላህ መንገድ في سبيل الله እንደታገለ ጅብሪል መጥቶ ለነብዩ ነገራቸው فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمون من ذلك ነብዩ صلى الله عليه وسلم እና ሰሃቦች ተገረሙ 1000 ወር በአላህ መንገድ ሲታገል وتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فقال يا رب لأمتاتك سجان ياغيو تكوجو اللهم يا ربي جيتاي جعلت أمتي أكثر الأمم أعمارا وأقلها أعمالا جيتاي ينين أمتوچن እኮ እድሜያቸውን አጭራረከው ስራቸውን ትንሽ አረክብኝ ከነዛ ጋር እንዴት ፍሪ ወዳደራሉ አሉ عليك الصلاه والسلام ጭቀታቸው ኡመቲ እንዴት ብለው ታዲያ ይወዳደራሉ እነዛ እድሜ ሰጣቸው ብዙ ዒባዳ አድርገዋል የኔ ኡመቶች እድሜያቸው አጭር ሚሰራት ስራ ትንሽ እንዴት ነው ከነዛ ጋር የሚወዳደሩ አለ فأعطاه الله ليلة القدر عبد الله بن عباس من يلالو الله سبحانه وتعالى እቺን ليلة القدر እቺን ታላቋን ሌሊት የተከበረችው ሌሊት ስጦታ ሰጣቸው ከዛ አላህ ምን አልወቃለ ليلة القدر خير لك ولأمتك من 1000 شهر جهد فيها ذلك الرجل እቺ ليلة القدر አንዷ ሌሊት እኮ ያ ሰው አንድ ሺህ ያ في سبيل الله ሰይፉን መዞ ከተዋጋው የተሻለ አጅር ያሰጣቸው አላለ
አላህ ለዚህ ኡመት ሽልማት ሰጠው አንዲት ለሊት ተጠባብቀ ዱዓ አሳርክ ታድራለህ 1000 ወር ዱዓ እንዳደረክ ዒባዳ እንዳደረክ ይጻፍልሃል ሱብሃንአላህ ለዚህም ብለው ኢማም አልቀረዳዊ ምን ይላሉ ይሄን ሐዲስ አያይዘው ሲናገሩ እቺ ለይለቱል ቀድር እኮ ማለት ይላሉ ምንዳዋ 100 ዓመት እንደተሰጠው ሰው ሙሉን ዒባዳ እንዳደረገው ሰው ማለት ነው ይላሉ ምን ነው 83 ዓመት ከ4 ወር ያለ ሲደመር ሰውየው ብሉግ እስኪደርስ ድረስ 15 ዓመት ሲደመሩበት 98 ዓመት ከ5 ወር ይሆናል ተቅሪበን ይላሉ 100 ዓመት የተሰጠው ሰው ሰርቶት መሄደውን ዒባዳ በዚች ሌሊት ዒባዳ ሲያረግ ያደረሰው ያገኛታል ይላሉ ትልቅ ጸጋ አላት ሌሊት إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر لأن الله من على تنزل الملائكة ملائكة وردالو بزش لليت لكأنه ሁለተኛው ይሄ ነው በዚህ ሌሊት መላእክት ከሰማይ ይዘባል والروح جبريل አብራቸው فيها በዚህ ሌሊት بإذن ربهم በጌታቸው ፍቃድ من كل أمر የጌታቸውን ትእዛዝ ይዘው በዚህ ሌሊት መላእክት ይወርዳሉ የቋንቋ ዑለማዎች ምን ይላሉ ما قال تنزل መላእክት እኮ ተንዚሉ አላለም አላህ አሉ بل قال تنزلوا በሉጋ አንፃር ይለያል ተነዘሉ ማለት حشود الملائكة በጣም ብዙ መላእክት መዝነብ ማለት ነው ልክ እንደዝና የሚረግፉበት ነው ከሰማይ ወደ መሬት መላእክት جموع وجموع جماع ይሁን የሚወርዱበት ነው በጣም የተባረከ ሌሊት ነው ይሄ ሌሊት ለዛ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቦታ ላይ إنا أنزلناه في ليلة مباركة ያኮ ቁርአን በተባረከው ሌሊት አወረድነው ይላል በዚህ መላእክቶች የሚዘንቡበት ሰማይና መሬት በመላእክት የሚዋጥበት ከላይ መላእክት እንደዝና የሚዘንቡበት ሌሊት ነው አላሁ አክበር ምን አይነት ልቅና ነው ለይለቱል ቀድር ያዘችው ለይለቱል ቀድርን አላህ ሌላዋን ሲፋን ሲጨርስ ምን አለ ሰላሙን هي እሷ ሌሊት እኮ ሰላም ናት حتى مطلع الفجر ፀሐይ እስክትወጣ ድረስ ፈጅር እስኪወጣ ድረስ ሙሉ ሌሊቱን ሰላም የሰፈነባት ሌሊት ናት ሰላም የተሰፈነባት ሁለተኛው ደግሞ ምን አሉ تسلم فيها الملائكة على المؤمن በዚህ ሌሊት ላይ ሰላሙን ይሄ ማለት መላእክቶች ሶላት ላይ ቆሙት ሙእሚኖችን እየመጡ ሰላም አለይኩም ያሉ ይዘይሯቸዋል ሱብሃንአላህ እንዴት ያለ ሌሊት ነው ولا يقدر الله فيها إلا خيرا وسلامة لبني الإنسان إلى العلماء وش من قالوا بزش ليلة سلام هي مال الله بزش ليلة لسو زروج سلام النوم يصفوا سلام النوم يصفوا بزش ليلة لا الله سبحانه وتعالى خير النوم لسو لبيتش يصف الله جو سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة القدر تلك ليلة لا እቺን ለማግኘት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 10 ቀን ረመዳን 10 ቀን ሲቀሩ በዚህ ሌሊት ስለምትገኝ ሙሉ ሲሰግዱ ያድራሉ እቺን ሌሊት ለማግኘት ሱብሃንአላህ እቺ ሌሊት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለአመቱ የሚሆነው ለአመት የሚፈጸመው ነገር የሚጽፍበት የሚደነግግበት ሌሊት ነው የሚወሰንበት ነው ለዛ ነው ለይለቱል ቀድር የሚለው بفتح الدال ተቀርቷል ለይለቱል ቀድር الله سبحانه وتعالى ميصفبت ميوسنبت ليلة القدر يعني ليلة تقدر فيها الأمور لعام قابل لو دفيت ميونون لزارامت درس كزارامت درس ميونون نجر الله ميصفبت ليلتنا وهي ليلة تقدر فيها الأشياء من الآجال والأرزاق والخير والشر الله سبحانه وتعالى كرزق بكل كلي زارامت دها نبر لزامت كحفتامون يفتن كلي هابتامون نبر عايز هابتوك ወደ ወንጀል ከተውታል ከሶላት አርቆታል ከዒባዳ አርቆታልና ይከማ የሚወሰንበት ሌሊት ነው አንተ በዚህ በሚወሰንበት ሌሊት ላይ የት ነው ያለው ሶላት ላይ ነህ ወይስ ተኝተህ ነው ያለው ራሳችንን ጠይቅ ስለዚህ አላህን ያን ያ ረብ ያለ ሊጻፍልን ይገባል ያ ረብ ኸይር ጻፍልን በዚህ ሌሊት ያ ረብ ኸይር ወስንልን እንልበት ሌሊት ነው اجتهاد ማብዛት አለብን فيها يفرق كل امر حكيم አለ በዚህ ሌሊት አላህ ሁሉን ነገር የሚወስንበት የሚፈርድበት ሌሊት ነው خير يጻፍልን ዘንድ ሶላት ላይ መሆን አለብን ስጁድ ወርደን ያ ረብ خير ጻፍልኝ ልጆችን صالح አድርግልኝ صالح ሚስት ስጠኝ ሪስኬን ባርከው ኢማኔን አጠንክርልኝ እያለ خير እንዲጻፍልን እምንታገልበት ሌሊት ነው ኢንሻአላህ ነገር ግን አዩ ለይለትን هي ليلة القدر የትኛው ሌሊት ናት
كرمضان ውስጥ እንደሆነች ቁርአን ይናገራል الله سبحانه وتعالى من ይላል شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان ቁርአን የተወረደበት ወር ነው ይላል ደግሞ ለይለቱል ቀድር ቁርአን የተወረደባት ምሽት ስለሆነች ረመዳን ስሟ ጥርጥር የለው إن أنزلناه في ليلة القدر بلال لما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بلال إيش رمضان السلامون أترطر الله بين رمضان يتلينات نبيهون من دنا جنات أقاد الرجل لي من قالوا ثم هي في العشر الأواخر بمجرى شو عصر كانت شنو دلاست كين دي في مجرى شو عصر كانت تجس يقول عليه الصلاة والسلام نبياتش من يلالو تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر تتبابقت برمضان يمجرى شو عصر كانت تجلالو متفق عليه بخاري ومسلم يزقوا الزقب عنه إذن رمضان يتوسطنات مالتنا عن كلا وناقينينو رمضان وسطنات نعم كرمضان وسطنات بمجرى شو عصر كانت كذام نبي يبلت أبرارات من قالوا ثم في الوتر قالوا بقودلو كانوا جستنو عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج إليهم صبيحة 20 فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم رمضان بهون بحيان يوكال وطنا خطبة درقوا محاضرة درقوا من قالوا إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها نيكو الله ليلة القدر أساي كما يتلونش زرقن رسات ويم ترسين فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر المتفق عليه ግን አሉ አሽሩ ላዋኺር በመጨረሻ 10 ቀናት ፈልጓል ከዛ ውስጥ ደግሞ በጎዶሎ ቀናቶች አሉ ጎዶሎ ቀናቶች እነማን ናቸው 21 23 25 27 29 በእነዚህ ፈልጓል ከነዚህ ውስጥ አትዘልማል እቺ አንድ ሺህ ወር ያህል አጅር የምታስገኝ ፈልጓት አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ከዚህ ማልፈው እነ አብዱላህ ኢብኑ አባስ እነ ኢብኑ ከዓብ ኡበይ ኢብኑ ከዓብ አይ 27ኛው ሌሊት ነው ብለው እስከማመን ደርሰዋል ግን صحيح ابن حجر فتح الباري ላይ እንደተናገረው والصحيح الا يقين في ذلك በርግጠኝነት እቺ ሌሊት ነው ማለት አይቻልም ነብዩም ዙሪያውን ነው እንጂ ክልሉን ነው እንጂ ያሳዩ በትክክል እቺ ሌሊት ናት ብለው አልተናገሩም وقد تعددت الاقوال في تحديده حتى بلغ بها الحافظ ابن حجر 46 قولዎችን ቆጥሯል 46 ዑለማዎች አሉበት በዚህ ቀናት ስለዚህ በትክክል ይችላል ለማለት አይቻልም ክልሉን ግን ማወቅ ይችላል መታገል አለበት ጭናሽሩን አዋኺር اجتهاد ማድረግ አለብን መስጂድ ኢፍቲካፍ ገብተን ተራዊህ ሳናቆም ተሐጁድ እየሰገድን ትግል ምናደርግባት ወር ነው ዑለማዎች ምን ይላሉ እቺ ለሊት ታዲያ አላህ ለምን ነው በትክክል ያልነገረን አሉ ወሊላሂ ህክመቱን ባሊገቱን في اخفائها عنا الله سبحانه وتعالى መደበቁ እኮ ለኛ የአላህን ጥበብ ነው የሚያሳየው فلو تيقنا اي ليله هي የትኛው ለሊት ምሽት እንደሆነች ብናቀው እኮ ለተራኸት العزائم طوال رمضان ስሜታችን ሙሉ ረመዳን ይተኛና እቺ ለሊት ብቻ ጠብቀን 27 ናት ከተባለ 27 ብቻ ተነስተን በመስገድ ላይ እንጥር ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላውንም ቀን በዒባዳ እንድንጠቀም ደበቃ ብቻ ክልሉን ነገረን 10 ቀን ዛሬ ናት ነገ ናት ያለበት ትጋት እንድንሰራ ብዙ አጅር እንድናገኝ እሱ ዘንድ ስለጥሩ እንዳይመነዳን ዘንድ وهذا كما أخفى الله تعالى عنا ساعة الإجابة في اليوم الجمعة الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندي الساعة اللج عند باريا دعاء درقو الله يحجن ساعة يقتمهم الشيء تبالي بيهن انجي الله يحجن رقلت بيهن انجال ساعتهم قلال تنقل طاعتنا ظهور لينو خطبة لينو بعد العصر علماء اشتخلفوا بها دبكات لمن دنو علو حكمة وطباب لمن دنو مولون كان جمعة دعاء ستارق لتون اهو نوتنا لدعاء وعلانو بعد العصر مولو كان دعاء ستارق الصام محل لهم تاقنيات الله يلي لو ساعة دعاء عجر الله حك الله لا تضبون حين يدرقوا لك من دزيو الله سبحانه وتعالى اسم الله الأعظم يا الله تعالى اسم الله ስሞች አሉት ከነዛውስ የአላህ ታላቅ ስም አለ በዛ ስም ከተጠራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጠየቀውን ነው የሚሰጥ اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى ይላል ከጠየቀው በዛች ስሙ አላህን በዛች ስሙ ከጠየቀው አላህ የፈለከው ነገር ይሰጣል ያልከው ነገር ያደርግልሃል እቺ ስም ግን ልትታወቅ አልቻለች ደበቃል ለምን አሉ ዑለማዎች በሁሉም በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስም እንጠራው ዘንድ ነው እንድለምን ያ ረሂም ያ ከሪም ያ ረህማን ያ ወዱድ ያ ሸኩር ያ ገፉር ሁሉን እንድንለው ዘንድ አላህ ደብቀ በሁሉም ዱዓ አስታር የሁሉ አጅር አለ ምናልባት ደግሞ ሰማል ታገኛታል ልክ እነዚህም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለይለቱል ቀድር ደብቃት
ብቻ አሽሩል አዋኺር ላይ ናት አለ ከዛም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘርዘር አድርገው ዊትር ላይ ጠብቋታል እንድትታገል የተደበቀችው وروى البخاري عن عبادة بن الصامت بخاري عبادة بن الصامت بسلالة الحديث قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر نبي صلى الله عليه وسلم عندي وتو ليلة القدر لنقرنا فتلاحى رجلان من المسلمين كمسلمون تسخل السوج تقاج شوف طبعاً انجدي انديت كخير اندمي عرقا اي تنازع وتخاصم كل السوج تتعلو فقال نبي مسجد قبنا منالو خرجت لأخبركم بليلة القدر أنيكو ليلة القدر يتنيو على ليث اندونش لنقرات تسوتا فتلاحى فلان وفلان قالينا قاليت تتعلو يعني فرفعت تنساش كني اي من قلبي فنسيت تعينها يتنيو عندونش لمليت أني تنسات بي الله وكفان كان يعني السات وعسى أن يكون خيرا لكم السجن لمن نساتو بتلك على من قري كالله زند خيري هون الله شغال عند تتعقلوا تاسبوا لي هون يشلال أنه نبياتنا صلى الله عليه وسلم إذن يتميو على لتنافلوا موصنا يشال كن كللو أنا سايتونا بزي كللو متاقل على لبن كللو دمو عشر الأواخر لين متار متكات على لبن إن شاء الله ولكن لها علامات يتشلاليت بتلك توق ملكت جن اندالت النبي صلى الله عليه وسلم تناقران وقد ورد لليلة القدر علامات ملكتوش بزور دولاچوال ግማሹ ከትከሷ ከወጣሽ በኋላ ጧቱን የሚገለጽ ግማሹ ደግሞ በዛችው ሌሊት የሚከሰት ነው በዛው ሌሊት የሚከሰተው ክስተት ምንድነው انها ليله المطر والريح እቺ ሌሊት ዝናባማ ሌሊት ትሆናለች ليله القدر كون ዝናባማ ሌሊት ሊሆን ይችላል አው ደግሞ የንፋስ ሌሊት ትሆን ይችላል ንፋስ የሚነፍስበት ደስ የሚል ንፋስ ሌሎች ደግሞ ምናሉ አው انها ليله طليقه بليجه لا حر ولا بارده እቺ ሌሊት ፍንቱ ወገግ ያልሽ ትሆን ይችላልች በጣም ንፋሳማ የማይባል ወይ ሙቀት የማይባል መሐከለኛ አየር ያለው ሌሊት ሊሆን ይችላል ይታወቃል መላእክቶች መጥተው ሰላም አለይኩም ሲሉ የሚሰማ ስሜት አለ ይላሉ ዑለማዎች ሁለተኛው ምልክት ደግሞ እሷ ወጣ ካደረሽ በኋላ ይሄ ሌሊት ከተከሰተ በኋላ የሚታየው ይሄ ምንድነው አን ተظهر الشمس صبيحتها لا شعاع لها ፀሐይ ስትወጣጧት ብርሃኗ ቀንሶ ደብዝዛ ትወጣለች ሱብሃንአላህ እቺ ሌሊት ከወጣሽ በኋላ ነው እንግዲህ የምታቀው ማለት ነው ስለዚህ ምልክቶቿ እነዚህ ናት ግን ሰዎች ባህላዊ ምልክቶችን ይተከማሉ ኹራፋት ተረተረት ይሆነ ምን ይላሉ ለይለቱል ቀድር ሲሆን ይላሉ ሰማይ ይከፈትና መላእክቶች ሲወርዱ ይታያል ይላል እንዲህ ሚል ሐዲስ ዘገባ የለም ይህ ባህላዊ ንግግር ነው አንዳንዱ ደግሞ ልጅ ይያለን ያስፈራሩ ነበር አንበሳውን ይመጣባል ለይለቱል ቀድር ቁም ብያለሁ እንዲህ ብለ ታስተደቅቀዋል ይሉና ቁርአን ትቀራበታል ወሩሁ ካልክ ሩሁ ትወጣለች ይህ ተረተረት ነው ከነብዩ ሐዲስ አልተገኘም ምልክቶች እነዚህ ናቸው ንፋሳማ ሌሊት ሊሆን ይችላል ወይ ዝናባማ አለ ደግሞ አንተ የሚሰማ ስሜት አለ አለ ንስት ያለ ጎላ ያለ ምሽት ሊሆን ይችላል እንጂ ሚታይ የሚጨበጥ ነገር የለም ለይለቱል ቀድር ሌሊት ነው ብቻ የተባረከ ሌሊት ነው በዚህ ብቻ ነው የሚለየው ነገር ግን ለይለቱል ቀድርን ምናልባት የተወፈቀ ሰው ምን ብሎ ዱዓ ያደርግ እናታችን አይሻ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለው ጠየቁ አራአይተ ያ ረሱላህ ኢን ዋፈቅቱ ለይለቱል ቀድር አንተ ያላህ መልእክተኛ ለይለቱል ቀድር አላህ ቢገጥመኝ ያ ሌሊት ድንገት ቢከሰት ምን ልበል ምን ብዬ ዱዓ ላድርግ ስትል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላ قولي بلا شبي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني الله أنت يقربي مهرنا تبارك فاعف عني يقرب لي ማረኝ ብለሽ ዱዓ አድርጊያለሁ ስለዚህ ያ ለይለቱል ቀድር የሚገኝበት ነው ብለን ካመንና ይሄን ዱዓ መደጋገም አለብን ኢንሻአላህ ተዓላ ስለዚህ ኢንሻአላህ በዚች ሌሊት መታገል አለብን እቺን አሽሩል አዋኺር ዒባዳ ማብዛት አለብን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቺን ሌሊት ለማግኘት ነው አይሻ እናታችን እንደምትለው ሸደ ሚዕዘራ ልብሳቸውን ተበቅበቅ ወአህያ ለይለ ሌሊቱን ሙሉ በዒባዳ ያሳለፉት ነበር መጠንከረኛም አለብን ኢንሻአላህ ተዓላ አሁን የምናየው برامج لشخص المسلم في رمضان عند مسلم رمضان باقباو تتقمبت يوطع زند لكتل ميجبا برامج አለ ፕሮግራሙን እናያለን ከጧት ጀምረህ ዙራ ሱብሂን እስክታገኝ ድረስ ፕሮግራም እናውጣለን በዚህ ከተጠቀም ረመዳን ባገባው ተጠቅመው ውጤታማ ሆነ ኢንሻአላህ ለይለቱል ቀድርን አግኝተህ 1000 ወራት ስትወጣለህ
አንደኛ نصلي الصبح في جماعة መጀመሪያ الصبحን ጀማዓ እንሰግዳለን سحور كبلان بحالا نوطانا صبحي جماعة سجدالا كذا بحالا ثم نجلس بعد الصبح بالذكر وتلاوة القرآن كذا صبحي كسجلوا بحالا ذكري يا رجل قرآن يقرن صحي وذب بلا نوط أسكت جمر مقوية علب إشراك اسكت وطعت الرجل صحي كما رواه مسلم من نبي صلى الله عليه وسلم بحري نبر إمام مسلم بزجبت حديث لي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة أي الفجر نبي صلى الله عليه وسلم فجر كسجد بحالا جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس نبي صلى الله عليه وسلم كسجد بتبوتا كتبلو ذكر دعاء يدربوا صحي اسكتوت أدرس كتبلو نبر إيه نبي الصلاة እንዴት ደስ ይላል መሰለህ ሞክሩት ወንድሞች ሱብሂ ሰግደ ذكر ያረቆይ ለቀን ስንቅ ይዘህ ትወጣለህ واخرج الترمذي عن انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ميغرم حديثي هنا نتكمبت نبياتش من لالو من صلى الفجر في جماعه صبحين انكو بجماعه كامام جاي سجد ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كزام قتلو ذكر سادرك يا رفده صحي وقق بلا سكتوت أدرس ثم صلى ركعتين كزام ستوتا ولت ركعة سجدو ودا بيت وطا دي كادرق كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 سبحان الله إهين يادرق اندون سبحي سجدك إمام قا كزا كنت ولا ذيك زيارك صحي وتأسل ولت ركعة سجدو يسوتا إهين كادرق حجنا عمرة مولو حجنا عمرة دادرق الله يسفلت حلال سبحان الله አሁን አብዛኞቻችን ሐጅ ማድረግ ኢኮኖሚ ላይ ኖረን ይችላል በየጧቱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐጅና ዑምራ ሙሉ የሆነ የተረጋገጠ ሐጅና ዑምራ እንዳደረገ አላህ ይጽፍለታል ሐዲስ صححه شيخنا الألباني نصر الدين الألباني صحيح ያሉት ሐዲስ ነው ሐዲስ ይሄ እንግዲህ በተራው ቀን የሚገኝ አጀር ነው ረመዳን ላይስ በሰባብ ባዛው እንግዲህ አንድ ነፍ የፈርድ ያህል ለሚሳ ፈርዱ የሰባ ያህል ይባዛል ለተባለው አጅሩ ደግሞ የበለጠ ይባዛል ሱብሂ ተሰግዳለህ ቁጭ ብለህ ذكر ያርክ ፀሐይ ስትወጣ ሁለት ረካ ሰግደውታ ሐጅና ዑምራ ሙሉ እንዳደረክ አላህ ይጽፍልሃል ሱብሃንአላህ እንዴት ያለ ጥቅም መጠቀም አለብን ረመዳን ላይ ስለዚህ ሱብሂ ሰገድን ቁጭ ብለን ቁርአን ቀራን ሰግደን ረካዓቴን ወጣን ከዛ ቤት ሄደን ወደ ስራ ከመውጣታችን በፊት ثم صلاه الضحى سبحان الله صلاة الضحى سجدالن يقول أبو هريرة سناجر تلاكو يزي أمة محدث من يالو أوصاني خليلي بثلاثين نبي صلى الله عليه وسلم وداجكو بسوس نجر أدرى بلوينيال وذكر منهم كان زيست عندنا يوم تكسى أن أصلي صلاة الضحى السجدسا أو كما قال صلاة الضحى اندات تواسيلو وصي ستوني النبي بلال يام سراك موقعتاችን በፊት ወዱ አድርገን ሁለት ረካ ضحى ሰግደን አራት ስምንት ይቻለውን ያህል ዱዓ አድርገን አላህ ቀኑን ባርክልን ብለን መውጣት አለብን ኢንሻአላህ ثم صلاة الظهر والعصر في الجماعة كزام صلاة الظهر والعصر ይመጣሉ እንግዲህ ቀን ስንሰራን ቆይና በጀማዓ ለመስገድ መጣር አለብን በረመዳን منو سيد ابن مسيب من يلالو من صلى في جماعة فقد ملأ البر والبحر من البر يلالو سيد ابن مسيب من يلالو صلاة الجماعة كوي سجدك إمام جا فقد ملأ البر يبسن والبحر بحرنا من البر بخير ملتو تاليلال مريد بخير اندم الله نميقدر سهر سيدس الله أكبر سيسمع جماعة عصر جماعة مغرب إحشاء الجماعة إن شاء الله كزام بحالا كعصر بحالا سرحان كان استغرق موبايلين عطفة مسجد كتبله اتصال بالمصحف الشريف كتبله قرآن مقرات ولجوس جوس أراد جوس كمغرب درس تقرأ كتبله قرآن ستقرأ ما بزات كزام مكريف لدرس سيل مغرب سي درس كتبلنا قدم يالله على الدعاء ما بزات يا رب عجيب ولو يا رب دنيا آخرين أسامرو يا رب إيمانين أسنو يا رب كرمضان بوهذا صلاة ملاك قرط أدرقين يا رب أعني أردا إناتو تشم لدو تشاتش صالح أدرقلن إيانا مغريب للدرس 3 دقيقة ما مسكروا دعاء ما بزات علم كفترن بوهذا دعاء ما بزاتين ربنا كزام بوهذا ቀለል አርገን ቤት ደንበራለን ከበላን በኋላ ተራዊህ መተን ቀድም ያለውን ደረጃ ለማግኘት ተራዊህን እንሰግዳለን ثم قيام الليل كذا الله كفቀደለ ከወደደ ለሊት ተነሳን 2-3 ረካ قيام الليل ሰግዳለን
ያ ረብ ያልክ አላህን ትገዛለህ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ من صلى العشاء في جماعة عشاءን እኮ በጀማዓ የሰገደ فكأنما قام نصف الليل የሌሊቱን ግማሽ እንደቆመ አላህ ይጽፍለታል ومن صلى الصبح في جماعة صبحን ደግሞ በጀማዓ የሰገደ فكأنما صلى الليل كله ሌሊቱን ሙሉ እንደሰገደ ይቆጠራል ዒሻን በጀማዓ የሰገደ ግማሽ ሌሊት ቆሞ እንዳደረ ይጻፍለታል ሱብሒ ደግሞ ሲሰግድ ግማሹ ሲደመር ሙሉ ሌሊት ቆሞ እንዳደረ ይቆጠርለታል ስለዚህ ፕሮግራማችን ይሄ ነው ኢንሻአላህ ይሄ ፕሮግራም በሰዓት ነው ከሱብሒ ጀምረን እስከ ዙረን ሱብሒ በዚህ ፕሮግራም መራት አለበት እንዲህ ያደረግነው ረመዳን በጥሩ ሁኔታ ተጠቅመን በረመዳን ተርፋማ ሆነን እንወጣለን ኢንሻአላህ واخيرا በመጨረሻ የምናየው ወሳኢያ للصائمين في رمضان አደራ መላችሁ በረመዳን አብዛኞቻችን የምንሰራው ስህተት ነው አንደኛ ምግብ ማብዛት ስንበላ ስናፈጥር ከለከት በላይ መብላት ማብዛት ሴቶችን በጣም የሚያሳዝነው የቁርአን መቅሪያ ወቅት የላቸውም ከዙሁር ጀምሮ እስከ መግሪብ ድረስ ምግብ ማብሰል ላይ ናቸው ኪችን ውስጥ ናቸው ማድቤት ውስጥ ናቸው ليش ቀለል አድርገን መብላት አለብን ተራዊህም ሶላቱን ይቀልልናል ኋላ ከተራዊህ ስትመለስ እኮ ብላ ወዛንቹ ያገሳል ሙቀት ለናን ሶላት ጥለን ነው እየወጣን ያለነው ስለዚህ ቀለል አድርገን መብላት አለብን በለከት ኢንሻአላህ ሌላው ሁለተኛ ለሴቶች ነው ሴቶች መስጊድ ስትሄዱ ሽቱ ከልክ በላይ ተቀብቶ መሄድ ሌላው ወንድ ከመንገድ የሚጠራ ሽቱ ከዚህ መጠንቀቅ አለብን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረግመዋታል እንዲህ ብለህ የምትወጣት ሴት ሌሎች ደግሞ ተራዊህ ልንወጣ ይሉና የሙሽራ የሚመስል ልብስ ለብሰው ጎዳናውን አስፋልት ይዘው ليش የትመጣይ ይሄንን መጠንቀቅ መጠበቅ ይኖርብናል ሌላው ሴቶች የሚሰሩት ደግሞ ከዚህ ውስጥ ምንድነው የሚያለቅሱ ህፃናቶችን መስጊድ ይዘው መሄድ ይዘዋቸው ይሄዳሉ እያለቀሱ ሌላ ያሰግዱ ወይም ቁርአን እየሄዱ የሚቀዱ ይሄን መጠንቀቅ ይኖርብናል ሶስተኛው አደራ ምለው ነገር የመኝታ ጾም ይቅርብን ነው ምለው አብዛኞቻችን በጣም አንዳንዱ ያሳዝናል ከሱብሂ በኋላ ይተኛል የሚነሳው ከአሱር በኋላ ለማፍጠር ነው የሚነሳው ምን ጾም ልክ እንደ አስሐበል ከህፍ ከቀኝ ወደ ግራ እየተገላበጠ ሙሉ ቀን ይተኛል ማታ ተከስክሶ ያፈጥራል እንዲህ አይነት ጾም ማቆም አለብን ረሃብ ድካም ሊሰማን ይገባል ኢንሻአላህ ሌላው ምንድነው ስተት የሚሰራው ረመዳን ላይና መስተካከል የሚገባን አደራ ምለው ሶላት ተራዊህ ላይ ሶፋ ይስተካከል ብዙ መስጊዶች ይሄን በማስተካከል ላይ መጣር አለብን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምንድነው የሚሉት ሰው الصفوف فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أو በሌላ መሪዋይ من إقامة الصلاة ሶላታችሁን ሶፋችሁን ቀጥ አድርጉት ሶላትን እኮ ማስተካከል ከስግደት ውስጥ ነው ይላል ሶላትን ከማሟያው ውስጥ ነው በሌላ ሐዲሳቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ተጣመመ ሶፋ ያዩም ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶላታችን ኢማሙ እስታው ተስተካከሉ ሲል ቀጥ ማለት አለበት በጣም ይገርማችሁ ታሪክ እንገራችሁ አንድ የአሜሪካ ዩኤስኤ ታላቅ ጀነራል አሜሪካዊ ትልቅ ጀነራል እንዴት ወደ እስልምና እንደመጣ ሲናገር በጣም ያጅባችኋል ምን ይላል መሰላችሁ ሶፍ በማስተካከል ወደ እስልምና የመጣው ትልቅ ጀነራል ትልቅ የጦር መሪ ነው አሜሪካ ውስጥ አንዴ ይላል ቻናል ቴሌቪዥን ያየው ቻናሎችን ስቃይር እጄ አመለጠኝና ሌላ ቻናል ቀየረብኛል ያን ስመለከተው ከዓባ ነበር ይላል ሰው በከዓባ ዙሪያ ጠዋፍ ያደረጉ ኢማሙ ሊያሰግድ ቆመዋል አለ ተሰልፈው ያንን ኢማሙ አንዲት ቃል የተናገረው ኢስታው ሶፍ አስተካክሉ ሲል በ5 ሴኮንድ የማይሞላ ውስጥ 3 ሚሊዮን ህዝብ ሶፍን አስተካክሉ ቆሟል ተገረም እንኳን ይሄ ሊሆን አይችልም አልኳል እኔ የአሜሪካ ትልቅ ጀነራል ነኝ ማሰለጠናቸው 6000 ሰራዊት አለ ይሄን 6000 የነቃ የበቃ የተማረን ሰራዊት ለማሰለፍ 6 ደቂቃ ፈጃለሁ አለ 6 ደቂቃ ይሄን የተማረ ሰራዊት ለማሰራት እንዴት ይሄ አንዲት ስታው በምትባል ቃል ተስተካከሉ የሚል ቃል 3 ሚሊዮን ህዝብ ያሰልፋል ይሄን ዲን ማጥናት አለብኝ አልኳል ከዛም ስፈትሸው ለካስ የተፈጠርንበት ዲን الاسلام ነው አላህ በዚህ ሰበብ ዲን الاسلام ወፈቀኝ ይላል ሱብሃንክ لا تقال الا لك እና ይሄ ተራ ነገር ይመስልናል ሱፍ ማስ እያንዳንዱ የእስልምና እንቅስቃሴዎች ዋጋ አላቸው استوس نبال صف እግራችን ገጥመን ስትሬት መቆም አለብን ቀጥ ማለት አለብን ከአላህ ፊት ለመቆም እየተሰለፍ ነው አላህ ልናነጋግረው አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ያለ ሶፍ ማስተካከል አለብን ይሄ ነው በጣም ረመዳን የሚከሰተው ችግር ሌላው ደግሞ ችግር ረመዳን የሚከሰተው ምንድነው
አሽሩል አዋኺር ቀደም እንደተነጋገርነው የረመዳን የመጨረሻ ቀናቶች የተወደዱና የተከበሩ ናቸው ለይለቱል ቀድር የሚገኝበት ሌሊት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዒትኩም ሚነናር ከጀሃነም ሰዎችን ነፃ የሚያወጣበት ወር ነው ግን በጣም ያሳዝነው እህቶቻችን ሴቶች ያን ወቅት ቁርአን ከመቅራት ይልቅ ዳቦ ቆሎ ነው የሚቆርጡበት ቤት ነው የሚያጸዱበት እኔ በጣም ተገረም ነበር ቤተሰብ ውስጥ ያየ እንደሆነ ሁሉም ቤት ይሄድ እንደሆነ ረመዳን ሊወጣ ሳምንት ሲቀሩ ኢባዳ በማድረግ ፈንታ ፎቶ ወንበሩ ሶፋው ተነስቶ ቤት ይጠረጋል ለምን ለዒድ ይባላል ከዒዱ በላይ የሚያስፈልግን ረመዳን ነው ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይር የሚጽፍበት ሌሊት ነው ከረመዳን በፊት ብትፈልግ ዳቦ ቆሎ ቁረጭ ቤቱን አስጂ ረመዳኑ ዒዱ ሳይሆን የሚፈለገው የረመዳን ነዛ ሌሊቶች ናቸው ረመዳን ስትቀሪ ስትሰግጂ መዋልሽ ነው የሚፈለገው ስለዚህ እህቶች አደራ ዳቦ ቆሎ የሚባልተው ወይም ከረመዳን በፊት ቆርጣችሁ ተዘጋጁ ረመዳንን በባዶ ነገር ማባከን የለብንም በመጨረሻ መመክረው አንዳንዶቻችን ረመዳን ይስንፍና ወር አድርገናል መጣ ስራን ስራስሉ ባክጾመኛኔ ደክሞኛል ይላል ከመቼ ወዲህ ነው ረመዳን የስንፍና ወር የሆነው በጣም የሚገርማችሁ የውሙ በድር የውሙል ፉርቃን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ የመለያው ቀን ብሎ የጠራው ሙስሊሞች ጂሃድ ያደረጉት በመቼ ነው ረመዳን 17ኛው ቀን ጂሃድ የመጀመሪያው ጦርነት ፈትሑ መካ في ረመዳን መካ የተከፈተችው መቼ ነው በ8ኛው ሂጅሪያ ረመዳን ላይ ነው ከ20 እስከ 21 ቀን ባለው አዛኑ ቢላል على الكعبة في رمضان ቢላል ከዓባ ላይ ሆኖ አዛን ያደረገው መቼ ነው ረመዳን سبحان الله غزوة تبوك አስቸጋሪው ዘመቻ የሚባለው መቼ ነው ረመዳን በ9ኛው ሂጅሪያ ላይ ነው ረመዳን ላይ ነው ከባዱን ፍልሚያ ሊያደርጉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተንቀሳቀሱት غزوة تبوك ረመዳን ውስጥ ነው እስልምና የተበተነው መሬት ላይ ረመዳን ውስጥ ነው የስንፍና ወር አይደል የሥራ ወር ነው ዑዛ የምትባለው ጣዖት አረቦች ሲያመልኳት የነበር አፈራኢቱም ወላተ ወልዑዛ ዑዛ የተሰባበረችው ከመገዛት አምድ የተፋቀችው መቼ ነው ረመዳን ውስጥ ነው አላት የምትባለው የሰቂፍ ጎሳ የሚያመልካት ጣዖት መቼ ነው የተከሰከሰችው ረመዳን ውስጥ ነው ረመዳን የሥራ ወር የስንፍና ወር አይደለም ጾምክ መርካቶ ስራ ላይ መገኘት አለበት ጾምክ ቢሮ መገኘት አለበት የስንፍና አይደለም የትግል የሥራ ወር ነው ረመዳን እላለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረመዳንን አግኝተው ረመዳን ደርሰው በረመዳን ተጠቅመው በረመዳን ትርፋማ ከሚሆኑት አላህ ያድርገን اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعتق ركابنا من النار اللهم أعتق ركابنا من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا مولانا أن تتقبل